السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. النهاردة إن شاء الله أول حصة في حل امتحانات كتاب المعاصر، وهنبدأ بأول محافظة وهي محافظة القاهرة. وعشان يوصلك كل جديد متنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس. لو جاهز يلا نبدأ على بركة الله. بيقول لي أجب عن الأسئلة الآتية. طبعا احنا عارفين نظام توزيع الأسئلة في امتحانات تالتة إعدادي بيكون عبارة عن مجموعتين. المجموعة الأولى بتكون عبارة عن 9 نقط اختيارات، والمجموعة التانية بتكون 7 أسئلة مقالية. شوف المجموعة الأولى والسؤال الأول بيقول لي إذا كانت ألف تنتمي لح فرق الصفر نون عدد صحيح موجب فإن ألف أس نون في ألف أس سالب نون. طبعا احنا عارفين إن ألف أس نون لو هو العدد فإن ألف أس سالب نون هو المعكوس الضربي للعدد، وعارفين من أولى إعدادي إن أي عدد فيه معكوس الضربي الناتج بيكون واحد. السؤال الثاني إذا كان المستقيمان الممثلان لمعادلتين من الدرجة الأولى في متغيرين منطبقين، ودي أهم كلمة في المسألة كلها. المستقيمان إحنا عارفين طبعا لو عنده مستقيمان لو كانوا متقاطعان فبيكون عدد الحلول هو حل وحيد، ولو كان المستقيمان متوازيان فبالتالي لا يوجد حل، ولو كان المستقيمان منطبقين فبيكون عدد الحلول عدد لا نهائي من الحلول. السؤال الثالث إذا كان ألف وب حدثين من فضاء العينة لتجربة عشوائية فإن حدث وقوع ألف وب معا، ناخد بالنا ما بين ألف وب معا أو لما يقول لي ألف أو ب، في فرق؟ طبعا في فرق. ألف وب معا بيكون هو احتمال ألف تقاطع ب زي المسألة دي، لكن لو قال لي ألف أو ب احتمال وقوع الحدث ألف أو ب فبيكون احتمال ألف اتحاد ب والاختيار الثاني. طيب نبص كده على ج ودال، ايه الفرق ما بين ألف فرق ب وب فرق ألف؟ لو قال لي ألف فرق ب فبالتالي ده هيكون احتمال وقوع الحدث ألف مع عدم وقوع ب، وب فرق ألف هو احتمال وقوع الحدث ب مع عدم وقوع ألف. طبعا في المسألة اللي عندنا ديت بيقول لي احتمال وقوع ألف وب معا فهيكون ألف تقاطع ب. السؤال الرابع إذا كان العدد كاف ينتمي للفترة المفتوحة من 2 لحد 7 فإن كاف يمكن أن يساوي كام؟ طبعا درس الفترات واخدينه في تانية إعدادي، دي الفترة مفتوحة ده معناه إن الاتنين مش معايا والسبعة مش معايا، لكن جميع الأعداد اللي بتقع ما بين الاتنين والسبعة بتكون بتنتمي للفترة. إيه الأعداد اللي عندي ممكن تكون كاف؟ الاتنين ما تنفعش عشان أصل الاتنين مش معايا، التلاتة تقع ما بين الاتنين والسبعة فالتلاتة هو العدد الوحيد اللي ينفع في الاختيار، لأن السبعة مش معايا وكذلك التسعة لا تنتمي لا تنتمي للفترة. نشوف الأسئلة اللي بعدها. السؤال الخامس بيقول لي أبسط صورة للدالة د حيث د س بتساوي 3 ناقص س على س ناقص 3 هي نقط حيث س لا تساوي 3. طيب عشان أجيب أبسط صورة لأي دالة كسر جبري أنا بحلل البسط وبحلل المقام وبعد كده بختصر البسط مع المقام عشان أحصل على أبسط صورة. طيب أنا عندي هنا دالة السين بتساوي 3 ناقص س على س ناقص 3. هل أقدر أخلي 3 ناقص س دي س ناقص 3؟ ممكن أعمل كده. لو خدت سالب واحد عامل مشترك هيتبقى عندي س ناقص 3. عايز أتأكد إن اللي أنا عملته ده صح. اضرب كده سالب في س هيديني سالب س موجودة في المسألة في قاعدة الدالة، وسالب في سالب هيديني موجب 3 اللي موجودة برضه في قاعدة الدالة، فبالتالي أنا شغال صح. طيب والمقام هينزل زي ما هو س ناقص 3. الخطوة اللي بعد كده إن أنا هختصر البسط مع المقام هيتبقى عندي سالب واحد وهيكون الاختيار ب. السؤال السادس بيقول لي مجموعة أصفار الدالة د حيث د س بتساوي س ناقص 4 على س زائد 1 هي. طيب أنا عارف إن أصفار دالة الكسر الجبري بتكون عبارة عن أصفار البسط فرق أصفار المقام. يعني بجيب أصفار البسط وأصفار المقام، لو في حاجة مشتركة بينهم ما باخدهاش، باخد أصفار اللي موجودة في البسط بس ولكن مش موجودة في المقام. طيب أجيب أصفار البسط إزاي؟ باخد البسط أساويه بالصفر، يبقى س ناقص 4 بتساوي صفر، أودي بعكس الإشارة يبقى س بتساوي 4. دي أصفار البسط. أصفار المقام هاخد المقام هو كمان أساويه بالصفر، س زائد 1 بيساوي صفر، أودي بعكس الإشارة يبقى س بتساوي سالب 1. مفيش أصفار في المقام وموجودة في البسط فبالتالي أنا هاخد أصفار البسط فقط، فأصفار الدالة دي هتكون الأربعة. السؤال السابع
إذا كان الزوج المرتب 2 و3 يحقق المعادلة ك س ناقص ص بيساوي 7. طيب أي زوج مرتب يحقق معادلة، فبالتالي الزوج المرتب ده أقدر أعوض بيه في المعادلة. والزوج المرتب بيتكون من مسقط أول هو السين ومسقط تاني هو الصاد، فأنا أقدر أشيل كل س وصاد وأكتب 2 وكام؟ وأكتب 2 و3 عشان أجيب الكاف. تعالى نعمل كده. كاف س هشيل السين وأكتب مكانها 2، يبقى 2 كاف ناقص صاد. طب صاد بكام؟ صاد ب3، يبقى 2 كاف ناقص 3 بيساوي 7. معادلة من الإعداد، أودي التلاتة بعكس الإشارة، يبقى 2 كاف بتساوي 7 زائد 3، يبقى 2 كاف هتساوي 10. هقسم على الاتنين في الطرفين، يبقى الكاف هتساوي 10 على الاتنين فيها ال5. الاختيار د. السؤال الثامن بيقول لي مجال الدالة د س بتساوي 9. طبعا دي دالة ثابتة وهي دالة كثيرة حدود، واحنا عارفين ان اي مجال لاي دالة كثيرة حدود مجالها بيكون حق. اذا كانت دالة كثيرة الحدود دي دالة ثابتة، دالة خطية، دالة تربيعية، فدايما المجال بيكون حق. ولكن لو كانت الدالة هي دالة كسر جبري، فالمجال بيكون ح فرق أصفار الإيه؟ ح فرق أصفار المقام. السؤال التاسع، وإذا كان ن أس سالب 1 س بيساوي س، حيث س لا تساوي الصفر، فإن ن 2. طيب أنا مديني المعكوس الضرب للدالة ن أس سالب 1 س بيساوي س، فأنا لازم أجيب الدالة نفسها. هقول ن س هتساوي، أشقلب الدالة 1 على س. هو عايز ن 2، يعني كل س هتقابلني في الدالة أشيلها وأكتب كام؟ أشيلها وأكتب 2، يبقى ن 2 هتساوي 1 على أشيل س وأكتب 2 هتديني نص. المجموعة التانية، وإحنا عارفين إن هي بتتكون من 7 أسئلة مقالية. السؤال العاشر هو أول سؤال مقالي عندي، بيقول لي أوجد جبريا في ح فح مجموعة حل المعادلتين الآتيتين معا. طيب المعادلتين اللي عندي دول معادلتين من الدرجة الأولى، فأقدر أحلهم بطريقة التعويض أو طريقة الحذف. نحل بطريقة الحذف هي أسهل في حالة المسألة ديت، إن أنا أكتب المعادلتين فوق بعض. أقول 2 س ناقص ص بيساوي 3 وس زائد ص بيساوي 9. لو لقيت معامل الحد الأوسط اللي هو ص هو معامل الحد الأوسط في المعادلة التانية مع اختلاف الإشارات، فبالتالي المعادلة جاهزة إن أنا أحلها على طول بالحذف. هقول بجمع المعادلة رقم 1 و2 اللي هما المعادلتين مع بعض. 2 س زائد س هيساوي 3 س، ص هتروح مع الصاد، و3 زائد 9 يديني كام؟ يديني 12. هقسم على ال3 في الطرفين، يبقى س هتساوي 4. طيب أنا جبت قيمة السين، محتاج أجيب قيمة الصاد. عوض عن السين في أي معادلة، إذا كانت المعادلة الأولى أو المعادلة التانية، عن السين بتساوي 4 عشان أجيب الصاد. تعالى نعوض في المعادلة التانية. هشيل السين وأكتب 4، يبقى 4 زائد صاد بيساوي 9، وأدي ال4 بعكس الإشارة، يبقى ص بتساوي 9 ناقص 4 5، وتكون مجموعة الحل هي المجموعة فيها زوج مرتب مسقط الأول السين هو ال4 وبعد كده الصاد 5، ومنساش أقفل المجموع. سؤال 11، عددان موجبان س وص، فرض إن العددان دول هما س وص، الفرق بينهما 2، فأنا هقول س ناقص ص بيساوي 2، وبكده أنا عندي المعادلة الأولى. وحاصل ضربهما 24، فأنا هضرب س في ص بيساوي 24. كده عندي معادلتين، معادلة من الدرجة الأولى ومعادلة من الدرجة التانية، فهحلها بطريقة التعويض. طريقة التعويض إن أنا أثبت السين أو الصاد وأودي التاني بعكس الإشارة عشان أعوض في المعادلة التانية. نثبت السين وأودي الصاد بعكس الإشارة، فهنقول س بتساوي 2 زائد ص، ودي المعادلة رقم 1، وهنا المعادلة رقم 2. هقول له بالتعويض من 1 إلى 2، بالتعويض من المعادلة 1 إلى المعادلة 2. هشيل السين وأكتب مكانها 2 زائد ص، يبقى 2 زائد ص في ص بيساوي 24. هضرب الصاد جوه مرتين، ص في 2 ب2 ص زائد ص في ص وص تربيع بيساوي 24. هدخل 24 بعكس الإشارة وأرتب المعادلة، يبقى ص تربيع زائد 2 ص ناقص 24 بيساوي 0. أقدر أحلل؟ أقدر أحلل. ص تربيع تبقى ص وص، كام في كام يدينا 24، والفرق بينهم 2. 4 في 6 و24، 4 في 6 إشارة الحد الأخير سالب، الكبير ياخد إشارة الأوسط والتاني عكسه. هقسمهم مسألتين، يبقى هنا ص ناقص 4 بتساوي 0، يبقى ص بتساوي 4، وص زائد 6 بيساوي 0، يبقى ص هتساوي -6. طيب هعوض عن الصاد ب4 في المعادلة الأولى عشان أجيب قيمة السين،
صاد لو كانت ب4 نعوض هنا، لو كتبت هنا 4 الس تطلع بكام؟ الس هتطلع ب6. يبقى العددان هما، طبعا أنا مش هاخد السالب مرفوض عشان قال لي عددان موجبان فالسالب عندي مرفوض، فالعددان هقول له العددان هما 4 و6. إذا كان نون 1 س بيساوي س تربيع ناقص 9 على س زائد 3، نون 2 س 2 س ناقص 6 على الاتنين، فاثبت أن نون 1 س بيساوي نون 2 س لجميع قيم س التي تنتمي للمجال المشترك، واذكر هذا المجال. عشان أثبت إن نون 1 س بيساوي نون 2 س، هثبت إن نون 1 بتساوي نون 2، وهثبت إن م 1 وم 2 بينتموا للمجال المشترك. طيب هحلها على خطوتين. الخطوة الأولى إن أنا هاخد نون 1 س هبسطها لأبسط صورة، يبقى نون 1 س هتساوي س تربيع ناقص 9، ده فرق بين مربعين، أقدر أحلل ل س زائد 3 وس ناقص 3. وعندي في المقام س زائد 3 دي أبسط صورة، مفيش عامل مشترك مفيش تحليل، فهسيبها زي ما هي. وقبل ما أختصر البسط مع المقام هجيب م 1 اللي هو المجال الأول هيساوي ح فرق أصفار المقام، أصفار المقام عندي هو سالب 3. بعد كده هقول نون 1 س، أختصر البسط مع المقام يروحوا مع بعض، س زائد 3 تروح مع س زائد 3، هيتبقى عندي س ناقص 3. ودي الخطوة الأولى. الخطوة التانية إن أنا زي ما عملت في الدالة الأولى هعمل في الدالة التانية. هقول نون 2 س هتساوي 2 س ناقص 6، هاخد الاتنين عامل مشترك، هيتبقى عندي س ناقص 3، 6 على 2 فيها 3، والاتنين في المقام تنزل زي ما هي. قبل ما اختصر البسط مع المقام هجيب م 2 اللي هو المجال هيكون ح عشان مفيش عندي أصفار في المقام. بعد كده هختصر، يبقى نون 2 س هيساوي الاتنين هتروح مع الاتنين، هيتبقى عندي س ناقص 3. أنا ملاحظ إن اختصار الدالة الأولى طلع بس ناقص 3، واختصار الدالة التانية طلع بس ناقص 3، فبالتالي أنا عندي نون 1 بتساوي نون 2، فأنا هقول له بما أن نون 1 بتساوي نون 2 وميم 1 وميم 2 بينتموا للمجال المشترك اللي هو ح فرق سالب 3، إذن نون 1 س هتساوي نون 2 س، وهو المطلوب إثباته. سؤال 13. أوجد نون س في أبسط صورة مبينة المجال. نون س بتساوي 1 على س زائد 2 زائد س زائد 2 على س تربيع زائد 4 س زائد 4. المسألة دي بتتحل على 3 خطوات. أول خطوة هو إن أنا بحلل البسط والمقام إذا كان في تحليل أو عامل مشترك. تاني خطوة هي إيجاد المجال للاتنين مع بعض، للكسر الأول والكسر الثاني. وآخر خطوة هي اختزال البسط مع المقام. تعال نبدأ بأول خطوة. أقول نون س هتساوي 1 على س زائد 2، دي أبسط صورة، مش هقدر آخد عامل مشترك ومش هقدر أحلل حاجة، فتتكتب زي ما هي 1 على س زائد 2 زائد كسر التاني البسط نفس الكلام، س زائد 2 هيتكتب زي ما هو عشان مفيش عامل مشترك ومفيش تحليل. لكن أقدر أحلل المقام عشان ده مقدار ثلاثي بسيط، أقدر أحلله. كم في كم يدينا 4 ومجموعهم 2، 2 في 2، فأحلل س وس. كم في كم يدينا 4، 2 في 2 ومجموعهم 4. طيب إشارة الحد الأخير موجب، الاتنين ياخدوا إشارة الحد الأوسط، يبقى موجب وموجب. قبل ما أختصر البسط مع المقام هجيب المجال، هنقول م هتساوي ح فرق أصفار المقام. أصفار المقام الأول سالب 2، وأصفار المقام التاني برضه سالب 2، فبالتالي أنا ما عنديش غير سالب 2 بس، مش هكتبها مرتين. بعد ما أجيب المجال هختصر بقى البسط مع المقام. س زائد 2 هتروح مع س زائد 2، هقول له إذن نون س هتساوي 1 على س زائد 2 كسر الأول زائد 1 على س زائد 2. عندي مقامات متشابهة، هاخد مقام 1 وأجمع البسط، يبقى س زائد 2، وهجمع البسط 1 زائد 1 هيديني 2، وهو المطلوب. سؤال 14. باستخدام القانون العام اوجد مجموعة حل المعادلة الآتية في ح. من أسهل المسائل اللي بتجيلي في الامتحان أصلا، لأن أنا لو حافظ القانون العام أنا خلاص حليت المسألة. فأنا داخل الامتحان
عارف إن في مسألة هتجيلي على القانون العام أنا ضامنها وهعرف أحلها. طيب مين يقول القانون العام الأول؟ س القانون عبارة عن سالب ب موجب أو سالب الجذر التربيعي ب تربيع ناقص 4 ألف ج على 2 ألف. ده القانون العام. وقبل ما أحل المسألة لازم أجيب الأول الألف والب والجيم. فأنا هقول إن الألف معامل السين تربيع ب3 يبقى دي الألف، والب هو معامل السين بسالب 5، والجيم هو الحد المطلق هيكون بكام؟ هيكون ب1. عوض في القانون يبقى س هتساوي سالب ب سالب في سالب بموجب يبقى 5. بعد كده موجب أو سالب الجذر التربيعي ب تربيع سالب 5 تربيع ب25 ناقص 4 في ألف ب3 يبقى 4 في 3 في ج ب1 تبقى 1 على 2 ألف يعني 2 في 3 ب6. يبقى س هتساوي 5 موجب أو سالب الجذر التربيعي هنا 3 في 4 ب12 في 1 يديني 12 25 ناقص 12 يديني 13 على 6. بعد كده بقسم المسألة ديت لمسألتين مرة بالموجب ومرة بالسالب. يبقى س هتساوي 5 زائد جذر 13 على 6 وس هتساوي 5 ناقص جذر 13 على 6. هو قال لي في المسألة مقربا الناتج لرقم عشري 1، فبالتالي أنا هفتح الآلة الحاسبة بتاعتي وأكتب الإجابة اللي عندي. هكتب السين اللي هي 5 زائد جذر 13 على 6، هكتب 5 زائد جذر التربيعي لل 13 على 6 وأدوس يساوي. هدوس على اس دي عشان أجيبها لأقرب رقم عشري، فتطلع هنا السين هتساوي 1.4. من غير ما أمسح المسألة أنا هدوس على أي سهم فيهم عشان أخش لنفس المسألة وأخش أغير الموجب أخليه سالب بدل ما أمسح وأكتب من أول وجديد. هدوس يساوي وبعد كده هدوس على اس دي تطلع معايا ب2/10، يبقى س بتساوي 2/10. أقول له إذن مجموعة الحل هي قيم س اللي طلعت عندي 1.4 و2/10. وأقفل المجموعة. مسألة رقم 15. اوجد ن س في أبسط صورة مبينا المجال. نفس الكلام اللي احنا كنا بنعمله في المسائل اللي فاتت اللي شبه دي بالظبط، إن أنا هحلل البسط والمقام وبعد كده هجيب المجال وبعد كده هختصر البسط مع المقام. إذا ن س هتساوي، نبص على البسط الأول. البسط مقدار ثلاثي أقدر أحلله كام في كام يديني 6، الفرق بينهم 1 هيبقى 2 في 3، فأنا هحلله لس وس و2 في 3. إشارة الحد الأخير سالب فالكبير ياخد إشارة الأوسط والتاني عكسه. ننزل المقام. س أس 3 ناقص 8 ده فرق بين مكعبين اللي هو قوس صغير وقوس كبير. هاخد الجذر التكعيبي لس أس 3 هيكون س ناقص الجذر التكعيبي لل8 2. طب القوس الكبير هجيبه منين؟ هجيبه من القوس الصغير. بنقول ربع الحد الأول، غير الإشارة، اضرب الحد الأول في التاني يبقى 2 س، بعد كده ربع الحد الأخير يدينا 4. نقولها تاني. لما اجيب القوس الصغير القوس الكبير هقول ربع يبقى ربع السين، غير الإشارة السالب يكون موجب، اضرب الحد الأول في التاني 2 في س ب2 س، ربع الحد الأخير سالب 2 تربيع يديني كام؟ يدينا 4. طيب نكمل بقى. في كسر التاني س تربيع زائد 2 س زائد 4. حاول كده تحلل كام في كام يدينا 4 ومجموع من 2 مفيش. لقيت المسألة دي لا تقبل التحليل فلازم أرجع أحللها بالقانون العام. ما تستعجلش وتزود خطوات، سيبها زي ما هي لأن هي هتروح أصلا مع المقام اللي عندك هنا. فدي هخليها س تربيع زائد 2 س زائد 4. وعندي تحت س زائد 3 دي أبسط صورة مفيش عامل مشترك مفيش تحليل فهسيبها زي ما هي. طيب بعد الخطوة دي قبل ما اختصر أو اختزل البسط مع المقام أنا هجيب المجال الأول. هنقول الميم هتساوي ح فرق أصفار المقام كل المقام اللي عندي. أول حاجة إيه اللي يخلي المقام هنا بصفر؟ لو كانت س ب2 ده ملهاش أصفار، وهنا سالب 3. طيب أنا عرفت منين إن دي ملهاش أصفار؟ باجي عشان أتأكد هل المعادلة دي ليها أصفار ولا ملهاش أصفار. باخد المميز اللي هو ب تربيع ناقص 4 ألف ج. بجيب من هنا الألف والب والجيم وأعوض في المميز عشان لو كانت القيمة بتاعة المعادلة ديت سالبة فبالتالي ملهاش أصفار، لكن لو كانت موجبة فهيكون ليها أصفار. تعال نعوض. الألف هنا ب1
والب ب2، 2 تربيع ب4 ناقص 4 في 1 في ج ب4 هتساوي 4 ناقص 4 في 4 ب16، 4 ناقص 16 يديني -12، قيمة المميز سالب، فبالتالي القوس ده ملهوش أصفار، فأصفار الدالة اللي عندي هيكون الاتنين وسالب 3. بعد ما بجيب المجال بختزل البسط مع المقام واكتب أبسط صورة عندي للدالة، يبقى ن س هتساوي، هلاقي س ناقص 2 راحت مع س ناقص 2، س زائد 3 راحت مع س زائد 3، وس تربيع ناقص 2 زائد 2 س زائد 4 راحت مع القوس اللي تحت، وما تبقاش عندي غير الواحد، فعندي ن س هتساوي 1. إذا كان أ وب حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية ما، وكان احتمال الألف بيساوي نص، واحتمال الب ب2/3، واحتمال التقاطع أ تقاطع ب بيساوي 1/3. اوجد 1 احتمال أ تقاطع ب ولكن المكمل. طيب أنا عندي قانون بيقول لي احتمال أ تقاطع ب المكملة بيساوي 1 ناقص احتمال أ تقاطع ب، فبالتالي هعوض، يبقى 1 ناقص، ما أنا عندي احتمال أ تقاطع ب بتلت، يبقى 1 ناقص تلت هيديني 2/3، وده المطلوب الأول. المطلوب التاني بيقول لي احتمال أ اتحاد ب، طيب ما ده برضه ليه قانون، يبقى احتمال أ اتحاد الب هيساوي، غير اللون، ده أصلا بيساوي احتمال الألف زائد احتمال الب فرق احتمال التقاطع، احتمال أ تقاطع ب. كل الكلام ده موجود عندي كمعطى في المسألة. احتمال الألف بنص يبقى 1/2 زائد احتمال الب ب2/3 ناقص احتمال التقاطع ب1/3. لو حسبتها على الحاسبة هتطلع 5/6. تعالى نتأكد من الكلام ده. نفتح الآلة الحاسبة، بسط المقام هكتب 1/2 وادوس زائد، برضو شرطة كسر بسط المقام، وهكتب 2/3، بعد كده ناقص 1/3 وادوس يساوي، يطلع عندي 5/6. المجموعة الأولى اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. السؤال الأول، إذا كانت أ أقل من الب وب أقل من الصفر، فبالتالي عندي أ وب هتكون أقل من الصفر، يعني أ سالبة وب سالبة. ج أكبر من الصفر، يعني ج هتكون إشارتها موجبة، فإن ناتج حاصل الضرب أ في ب نقط ب في ج. طيب بما إن أ سالبة وب سالبة، لما أجي أضرب سالب في سالب هيديني موجب، وهنا ب سالبة وج موجبة، لما أجي أضرب سالب في موجب هيديني سالب، فهلاقي إن أ ب أكبر من ب ج. السؤال الثاني، الجذر التربيعي ل100 ناقص 36. الخطأ الشائع اللي بنقع فيه إن إحنا بنجيب جذر ال100 ب10 وجذر 36 6 وأقول 10 ناقص 6 يدينا 4، لكن نسينا إن أنا لو عندي عملية حسابية تحت الجذر التربيعي بجيب ناتج العملية الحسابية الأول، فأقول إن 100 ناقص 36 عبارة عن 64. طيب الجذر التربيعي ل64 8، طب ال8 دي 10 ناقص كام؟ 10 ناقص 2. السؤال الثالث، إذا كان أ وب حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية، وكان ب جزء من أ، ب جزء من أ، أو ب مجموعة جزئية من أ، ده معناه إن ب هي المجموعة الأصغر لكن أ المجموعة الأكبر. طيب بيطلب مني حاجتين في المسألة دي، لا إما يطلب مني أ اتحاد ب، لا إما يطلب مني زي المسألة ديت أ تقاطع ب. لو طلب مني الاتحاد فأنا باخد المجموعة الأكبر فهيكون احتمال الألف، ولو طلب مني التقاطع فأنا باخد الاحتمال المجموعة الأصغر، فهنا بالتالي احتمال أ تقاطع ب هيكون احتمال الب. السؤال الرابع، يكون للكسر ن س زائد 3 على س ناقص 4 معكوس جمعي في المجال. ما هنا دالة الكسر الجبري هنا مش هيكون ليها معكوس جمعي إلا لو كان المقام عندي لا يساوي الصفر، يعني قيمة الدالة تكون معرفة مش دالة غير معرفة.
طيب يعني بالتالي لازم يكون ليها مجال. ايه هو مجال الدالة؟ المجال لأي دالة كسرية هو عبارة عن فرق أصفار المقام. طب ايه اللي يخلي المقام هنا بصفر؟ لو كانت س بتساوي ايه؟ بتساوي 4. بحلها ازاي؟ باخد المقام اساويه بالصفر، يبقى س ناقص 4 بتساوي صفر، أودي الأربعة بعكس الإشارة فس هتساوي 4، فدي أصفار المقام، فهيكون مجال الدالة فرق الأربعة. السؤال الخامس: إذا كانت دالة السين بتساوي س زائد ك، وكانت أصفار الدالة بتساوي 5، ده معناه إن دي القيم اللي تخلي قيمة الدالة د س تساوي صفر. يعني لو عوضت عن السين بتساوي 5 لا الدالة تساوي صفر. عايز يعرف ك بكام؟ طيب ما أنا بالتالي هعمل إيه؟ هعوض عن السين ب5، هقول 5 زائد ك وأساويها بالصفر عشان دي قيم أصفار الدالة، وأدي ال5 بعكس الإشارة فالكاف هتساوي -5 اللي هو الاختيار ألف. عددان مجموعهما 8 وحاصل ضربهما 15 فإن العددين هما. لو كانت عبارة عن سؤال مقالي كان ممكن أحلها إن أنا أعمل معادلتين. هفرض المعادلة الأولى عددان مجموعهم 8 يبقى س زائد ص بيساوي 8، والمعادلة التانية س في ص حاصل ضربهم يديني 15، وأحلها بالتعويض إن أنا أودي الصاد بعكس الإشارة، فأقول إن الس بتساوي 8 ناقص ص، وأعوض هنا أشيل السين وأكتب 8 ناقص ص وأحلها كمعادلتين مع بعض وأجيب مجموعة الحل. لكن بما إن المسألة هنا اختيارات فهي أبسط مما تتخيل. كل اللي أنا هعمله إن أنا هاخد الأعداد أو العددين اللي في الاختيارات عندي وأشوف أنهي عددين بينطبق عليهم الحل. أنهي عددين مجموعهم 8 وحاصل ضربهم 15؟ الاتنين في 6، 2 زائد 6 8، لكن 2 في 6 ب12 فدي ما تنفعش. 3 زائد 5 8 و3 في 5 ب15، فهنا 3 و5 هما العددان اللي مجموعهم 8 وحاصل ضربهم 15 بدون ما أحتاج إن أنا أقعد أحلها كمعادلات وأصعبها على نفسي. نشوف الأسئلة اللي بعدها. المنحنى ص بيساوي أ س تربيع زائد ب س زائد ج يقطع محور الصادات في النقطة كام وكام؟ طيب ما أنا لو عندي منحنى، إذا كان منحنى لأعلى أو منحنى لأسفل مش هتفرق معايا، نقطة التقاطع ما بين المنحنى وما بين محور الصادات لازم ألاقي هنا السين بصفر. يبقى نقطة التقاطع دي عبارة عن صفر وصاد، بس أنا معرفش الصاد بكام. عشان أجيب نقطة التقاطع مع محور الصادات لازم أعوض عن السين هنا في الدالة أو في العلاقة أو في المعادلة السين بصفر. لما أحط هنا السين بصفر هيتبقى عندي الجيم، فهلاقي إن صاد بتساوي جيم، فالنقطة صفر وجيم هي نقطة تقاطع المنحنى مع محور الصادات. مجال الدالة د حيث د س بتساوي س ناقص 1 على س تربيع ناقص 9. احنا عارفين ان المجال بيساوي فرق اصفار المقام، فانا هاخد المقام اساويه بالصفر عشان اجيب اصفار المقام. هقول س تربيع ناقص 9 بيساوي صفر. ممكن اودي 9 بعكس الاشارة واخد الجذر، لكن ان انا بفضل ان انا احلها بالتحليل. ده فرق بين مربعين، الس تربيع هتكون س وس، التسعة 3 في 3 او الجذر التربيعي للتسعة، واحدة موجب وواحدة سالب. بقسمهم مسألتين، هقول س زائد 3 بيساوي صفر، يبقى س بتساوي -3، وس ناقص 3 بيساوي صفر، يبقى س هتساوي 3. فلاقي إن أصفار المقام عبارة عن -3 و3، فهيكون مجال الدالة هو فرق 3 و-3. السؤال التاسع: مجموعة أصفار الدالة. ناخد بالنا الفرق ما بين المجال وما بين الأصفار. المجال هو فرق أصفار المقام، لكن أصفار الدالة إذا كانت الدالة كسر جبري طبعا عبارة عن أصفار البسط فرق أصفار المقام. فأنا كل اللي أنا هعمله إن أنا هجيب أصفار البسط. أصفار البسط إن أنا آخد البسط أساويه بالصفر، يبقى س ناقص 2 بيساوي صفر، يبقى س هتساوي 2، دي أصفار البسط. طب أصفار المقام عبارة عن دالة ثابتة فبالتالي ملهاش أصفار، الأصفار بتاع المقام بفاي، فأنا هاخد أصفار البسط بس. دي القيمة اللي تخلي الدالة تساوي صفر لما تكون السين بكام؟ لما تكون السين ب2. المجموعة التانية: أجب عن الأسئلة الآتية. السؤال العاشر: اوجد ن س في أبسط صورة مبينة للمجال. من الأسئلة اللي موجودة في جميع امتحانات الجبر. طريقتها بسيطة وسهلة جدا، بحلها على 3 خطوات. أول خطوة إن أنا أحلل البسط والمقام إذا كان طبعا يقبل التحليل. تاني خطوة إن أنا بجيب المجال. تالت خطوة إن أنا بختزل أو بختصر البسط مع المقام. طيب هنحلها إزاي؟ ركز معايا. هنقول ن س هتساوي، هبص على البسط، عندي في البسط س زائد 2،
مفيش عامل مشترك، مفيش تحليل، فهينزل زي ما هو س زائد 2. المقام عندي عبارة عن مقدار ثلاثي بسيط، فأقدر إن أنا أحلله، إن أنا أفتح قوسين، هيبقى س وس، كام في كام يديني 2 ومجموعهم 3، 2 في 1. إشارة الحد الأخير موجب، الاتنين ياخدوا إشارة الحد الأوسط يكون موجب وموجب. نكمل المسألة، هقول ناقص، هنا س تربيع ناقص س. طيب أنا أقدر آخد السين عامل مشترك، هيتبقى عندي س ناقص 1، وفي المقام عندي 1 ناقص س تربيع. أقدر آخد من تحت من المقام -1 عامل مشترك، هناخد السالب عامل مشترك، هيتبقى عندي س تربيع ناقص 1. طب أنا عايز أتأكد إن -1 اللي أنا أخدته عامل مشترك ده خطوة صح مش غلط. اضرب كده -1 في س تربيع هيديك س تربيع، وسالب في -1 هيديك -1، فبالتالي الخطوة ديت صح. نكمل، هقول ن س هيساوي، تنزل زي ما هي لأن أنا هشتغل على المقام التاني، س زائد 2 على س زائد 2 في س زائد 1 ناقص. طيب هنا سالب في سالب هيديك إيه؟ هيديك موجب، فالإشارة اللي بين الكسر الأول والتاني هتكون موجب. وفوق عندي س في س ناقص 1، وتحت عندي س تربيع ناقص 1، فرق بين مربعين أقدر إن أنا أحللهم. ليه؟ هفتح قوسين، س وس، 1 وواحد موجب وسالب، 1 في 1، واحدة موجب واحدة إيه؟ واحدة سالب. قبل بقى ما اختصر البسط مع المقام هجيب المجال الأول، هنقول م هتساوي، المجال عبارة عن ح فرق أصفار المقام. إيه اللي يخلي المقام هنا بصفر؟ لو كانت س دي بسالب 2، ولو كانت س هنا بسالب 1، ولو كانت س هنا بسالب 1، لو كانت س هنا ب1، بس -1 مش هكتبها مرتين عشان عند كتابة المجموعة نراعي عدم التكرار. بعد ما جبت المجال أقدر بقى إن أنا أختزل أو أختصر البسط مع المقام عشان أحصل على أبسط صورة. هلاقي س زائد 2 اللي في البسط راحت مع اللي في المقام، وس ناقص 1 اللي في البسط راحت مع س ناقص 1 اللي في المقام، فهيتبقى عندي ن س هتساوي 1 على س زائد 1 زائد س على س زائد 1. لما أجي أجمع دالتين مع بعض، لو كانت المقامات متشابهة باخد مقام واحد وأجمع البسط، فهاخد س زائد 1 في المقام، وهجمع البسط س زائد 1 أو 1 زائد س هي س زائد 1. البسط بيساوي المقام، هيروحوا مع بعض هيتبقى الواحد، وهي أبسط صورة للدالة ن س. سؤال 11، اوجد في ح مجموعة الحل للمعادلتين س ناقص ص بيساوي 0، ودي المعادلة الأولى، وس في ص بيساوي 16، ودي المعادلة التانية. طيب هنحل المسألة رقم 11. هحل المعادلتين مع بعض، واحدة من الدرجة الأولى وواحدة من الدرجة التانية، فهنا هحلها بالتعويض، إن أنا أثبت السين وأدي الصاد دي بعكس الإشارة، فلاقي المعادلة الأولى عبارة عن س بتساوي ص، والمعادلة التانية هي س في ص بيساوي 16. أقول له بالتعويض من المعادلة 1 إلى المعادلة 2، كل س هتقابلنا أشيلها وأكتب ص، أو كل ص هتقابلنا أشيلها وأكتب س. ده صح وده صح. طيب هنشيل س في المعادلة التانية وأكتب مكانها ص، فهيكون ص في ص بص تربيع بتساوي 16. آخد الجذر التربيع للطرفين، فالصاد عندي هتساوي موجب أو سالب 4. طيب عند ص بتساوي 4 يبقى س هتساوي كام؟ س هتساوي 4. وعند ص بتساوي -4، س برضو هتساوي -4، لأن أنا عندي س بتساوي ص، فلاقي مجموعة الحل م ح هتساوي زوج مرتب الأولاني 4 و4 عشان س بتساوي ص، والزوج المرتب الثاني -4 وسالب 4. سؤال 12 بيقول لي اوجد باستخدام القانون العام مجموعة الحل في ح س تربيع ناقص 6 س زائد 4 بيساوي 0. طيب لما اجي احل بالقانون العام، اول حاجة بجيب الالف وهي معامل السين تربيع هتكون ب1، والب معامل السين هتكون بسالب 6، والجيم هو الحد المطلق هيكون بكام؟ 4. نكتب القانون الاول، هنقول ان السين بتساوي سالب ب موجب او سالب الجذر التربيعي ل ب تربيع ناقص 4 ألف ج على 2 ألف. ده القانون العام. كل اللي أنا هعمله إن أنا هعوض مكان الألف والب والجيم في القانون، فهقول إن س هتساوي سالب ب. طب ما هي ب بسالب 6، سالب في سالب بموجب هتكون ب6، موجب أو سالب
الجذر التربيعي ب تربيع سالب 6 تربيع ب36 اللي هي 6 في 6 والتربيع بيشيل السالب، ناقص 4 في ألف بواحد يبقى 4 في 1 في ج اللي هي 4 يبقى في 4 على 2 في ألف اللي هي 2 في كام؟ 2 في 1. يبقى س هتساوي 6 موجب أو سالب الجذر التربيعي وأجيب 4 في 4 ب16، 36 ناقص 16 هيديني 20 على 2 في 1 ب2. الخطوة اللي بعد كده إن أنا بقسم المسألة، أخدها مرة بالموجب، أخد السين مرة بالموجب ومرة أخدها بالسالب. فهقول إن السين هتساوي 6 زائد جذر 20 على 2، وهنا س هتساوي 6 ناقص جذر 20 على 2. طبعا ألف المسألة مقربة للناتج لرقم عشري واحد، فما ينفعش إن أنا أجيبها كده وأسيبها، فلازم أجيبها الأقرب رقم عشري بالآلة الحاسبة. نفتح الآلة الحاسبة مع بعض ونكتب، نفتح شرطة كسر ونكتب 6 زائد الجذر التربيعي لل20 على 2 وأدوس يساوي لأقرب رقم عشري، فهدوس على اس دي تطلع بكام؟ يطلع ب5 و2 يبقى هنا س هتساوي 5 و2. نفس الآلة الحاسبة بدل ما امسح واكتب من أول وجديد هدوس على أي سهم عشان أخش المسألة تاني وأخلي الموجب سالب. نكتب سالب وندوس على يساوي وأجيبها على اس دي هيديني القيمة التانية تكون 7/10، يبقى س هتساوي 7/10. يبقى مجموعة الحل قيم س عندي اللي طلعت بالقانون العام عبارة عن 5 و2 و7. إذا كان أ وب حدثين من فضاء العينة لتجربة عشوائية، وكان احتمال الألف ب7/10 واحتمال الب ب5/10 واحتمال أ تقاطع ب ب3/10، اوجد واحد احتمال أ اتحاد ب. احنا عارفين ان احتمال في قانون للكلام ده، أ اتحاد ب هيساوي احتمال الألف زائد احتمال الب فرق احتمال أ تقاطع ب. احتمال أ اتحاد ب ده بيساوي احتمال الألف زائد احتمال الب فرق احتمال التقاطع. طيب احتمال الألف عندي بكام؟ ب7/10 زائد احتمال الب ب5/10 ناقص احتمال التقاطع ب3/10. هنفتح الآلة الحاسبة عشان نجيب الناتج عندي. هكتب 7/10 زائد 5/10 ناقص 3/10 وهدوس يساوي يطلع 9/10 اللي هو 9/10، يبقى هيساوي 9/10. المطلوب التاني عايز احتمال ب فرق أ، احتمال ب فرق أ. حافظين القانون؟ نقول ده عبارة عن احتمال الب فرق احتمال التقاطع، احتمال أ تقاطع ب. طيب احتمال الب بكام؟ احتمال الب ب5/10 يبقى 5/10 ناقص احتمال التقاطع كام؟ 3/10، ده هيديني 2/10. سؤال 14، إذا كان ن واحد س بيساوي 5 س على 5 س زائد 25، ونون 2 س الدالة التانية بتساوي س تربيع زائد 5 س على س تربيع زائد 10 س زائد 25. اثبت أن ن واحد بيساوي ن 2. عشان أثبت أن ن واحد بتساوي ن 2 لازم أثبت أن أبسط صورة للدالة الأولى بتساوي أبسط صورة للدالة التانية، وهثبت برضو أن مجال الدالة الأولى بيساوي مجال الدالة التانية. فأنا عشان أحلها أنا هعتبرهم مسألتين مع بعض. ناخد الشق الأولاني اللي هو ن واحد س. هنقول ن واحد س هتساوي البسط عندي 5 س، لا في عامل مشترك ولا في تحليل فيتكتب زي ما هو 5 س. في المقام عندي أنا شايف إن في 5 عامل مشترك، فهاخد ال5 عامل مشترك هيتبقى عندي س زائد 25 على 5 فيها ال5. متعودين في مسائل التبسيط أو أبسط صورة قبل ما أختصر البسط مع المقام أنا بجيب المجال، فهجيب الميم واحد المجال الأول عبارة عن ح فرق أصفار المقام اللي يخلي المقام هنا ب0 لو كانت السين دي بسالب 5. بعد كده هختصر الكسر يبقى ن واحد س هتساوي، هلاقي إن ال5 راحت مع ال5 هيتبقى عندي س على س زائد 5.
ده النص الأولاني من المسألة. النص التاني هعمل نفس الكلام بالظبط، هقول ن 2 س هتساوي البسط عندي. أنا ممكن آخد السين عامل مشترك، لما آخد السين عامل مشترك هيتبقى عندي س زائد 5، وفي المقام عندي ده مقدار ثلاثي بسيط أقدر أحلله. كام في كام يديني 25 ومجموعهم 10، 5 في 5. فأنا هحلله إن أنا أفتح قوسين س وس، 5 في 5، إشارة الحد الأخير موجب، الاتنين ياخدوا إشارة الحد الأوسط هيكون موجب وموجب. وقبل ما أختصر البسط مع المقام هجيب المجال التاني، م 2 هتساوي ح فرق أصفار المقام اللي يخلي المقام هنا بصفر لو كانت السين بسالب 5، ومش هكتبها تاني عشان يراعى عند كتابة المجموعة عدم تكرار أي عنصر. بعد كده هجيب الاختصار أو أبسط صورة أو اختزال البسط مع المقام، يبقى ن 2 س هتساوي، هلاقي س زائد 5 راحت مع س زائد 5، اتبقى عندي س على س زائد 5. طيب أنا ملاحظ إن الاختصار بتاع الدالة الأولى طلع بيساوي الاختصار بتاع الدالة التانية، س على س زائد 5، وهنا س على س زائد 5، ومجال الدالة الأولى طلع بيساوي مجال الدالة التانية. يبقى أنا كده خلصت المسألة. كل اللي أنا هكتبها هقول له بما أن ن 1 س بيساوي ن 2 س، يعني أبسط صورة للدالة الأولى بتساوي أبسط صورة للدالة التانية، وبما أن م 1 المجال الدالة الأولى بيساوي مجال الدالة التانية، إذا ن 1 بيساوي ن 2، وهو المطلوب إثباته. أوجد ن س في أبسط صورة مبينا المجال، حيث ن س بتساوي س أس 3 ناقص 8 على س تربيع زائد س ناقص 6 في 2 س زائد 6 على س تربيع زائد 2 س زائد 4. نبدأ ونقول ن س هتساوي، هبص على البسط الأول، ده عبارة عن فرق بين مكعبين اللي هو قوس صغير التحليل بتاع تانية إعدادي، وقوس كبير ده مقدار ثنائي، الحد الأول ليه جذر تكعيبي والحد التاني ليه جذر تكعيبي، فبيكون فرق بين مكعبين. الجذر التكعيبي لس أس 3 س، آخد نفس الإشارة ناقص الجذر التكعيبي للتمانية 2. القوس الكبير هنا بجيبه من القوس الصغير. إزاي بقى؟ بقول ربع الحد الأول يبقى س تربيع، غير الإشارة سالب تبقى موجب، اضرب الحد الأول في التاني يبقى 2 س، ربع الحد الأخير يبقى 4. نقولها تاني على بعض، يبقى ربع غير اضرب ربع الحد الأول، غير الإشارة اضرب الحد الأول في التاني، ربع الحد الأخير. كده أنا خلصت البسط. ننزل على المقام. ده مقدار ثلاثي بسيط، كام في كام يديني 6 والفرق بينهم 1، 3 في 2 و3 ناقص 2 يديني 1، فأنا هحلل برضو المقام. س تربيع تبقى س وس، الستة 2 في 3 أو 3 في 2، إشارة الحد الأخير سالب، فالعدد الكبير ياخد إشارة الأوسط والتاني عكسه. طيب نكمل المسألة. عندي 2 س زائد 6، أقدر أخد الاتنين عامل مشترك، هتبقى عندي س زائد 6 على 2 فيها 3. ننزل المقام، س تربيع زائد 2 س زائد 4، ده مقدار ثلاثي. طيب كام في كام يدينا 4 ومجموعهم 2؟ مش هلاقي حاجة بتساوي الكلام ده. طب أنا عايز أتأكد إن المقام ده يقبل التحليل أو لا يقبل التحليل، بجيب المميز. لو فاكرين المميز اللي هو ب تربيع ناقص 4 أ ج، عشان أشوف أقدر أحل ده بالقانون العام ولا مش هحله. طيب هجيب قيمة المميز، هنا أ ب1، ب ب2، ج ب4. ب تربيع يعني 2 تربيع ب4 ناقص 4 في أ يعني 4 في 1 في ج اللي هي ب4، هتطلع عندي 4 ناقص 4 في 1 ب4، ف4 يديني 16، 4 ناقص 16 هيبقى سالب 12. لو كان قيمة المميز سالبة فبالتالي المقدار ده لا يقبل التحليل أو ليس له مجموعة حل في مجموعة الأعداد الحقيقية، فبالتالي أنا هسيبه زي ما هو س تربيع زائد 2 س زائد 4. وخدها قاعدة، طالما أنت حللت مقدار فرق بين مكعبين اعرف إن القوس الكبير ده لازم يكون فيه قوس زيه عشان يروحوا مع بعض. تمام؟ طيب قبل ما اختصر البسط مع المقام بجيب المجال الأول، يبقى المجال هيساوي ح فرق أصفار المقام اللي يخلي المقام هنا بصفر، فكانت س بتساوي 2. القوس التاني لو كانت س بتساوي سالب 3،
والقوس الأخير أو المقام الأخير طالما هنا لا يقبل التحليل فبالتالي ما بيكونش ليه أصفار. كده أنا جبت المجال. آخر خطوة في التبسيط لأبسط صورة إن أنا بختزل أو بختصر البسط مع المقام. هلاقي هنا س ناقص 2 راحت مع س ناقص 2، القوس الكبير هنا راح مع القوس اللي تحت، وس زائد 3 راحت مع س زائد 3، هيتبقى عندي الاتنين، يبقى ن س بتساوي 2، وهي أبسط صورة للدالة. آخر مسألة، اوجد جبريا مجموعة الحل المعادلتين الآتيتين في ح ف ح موضحا خطوات الحل. اداني المعادلة الأولى 3 س زائد 2 ص بيساوي 4، وس ناقص 3 ص بيساوي 5. أقدر أحلهم مع بعض عن طريق الحذف أو عن طريق التعويض. الأسهل في الحالة دي إن أنا أحلها عن طريق الحذف، بس بشرط لازم أخلي معامل الصاد هو معامل الصاد مع اختلاف الإشارة. طيب أخلي المعامل هو المعامل إزاي؟ لو أنا ضربت المعادلة الأولى بضرب المعادلة الأولى في 3 وضرب المعادلة التانية في 2. نضرب المعادلة الأولى في 3 في 3 س ب9 س زائد 2 ص في 3 ب6 ص هيساوي 3 في 4 ب12، ودي المعادلة رقم 1. المعادلة التانية هضربها في 2 في س ب2 س ناقص 3 في 2 ب6 ص هيساوي 2 في 5 ب10، ودي المعادلة رقم 2. هقول له بجمع المعادلة 1 و2 أو بالجمع على طول. 9 س زائد 2 س هيديني 11 س. طبعا ال6 ص هتروح مع ال6 ص هيساوي 12 زائد 10 يساوي 22. هقسم على ال11 في الطرفين يبقى هتطلع عندي س بتساوي 22 على ال11 فيها الاتنين. جبت قيمة السين لازم أجيب قيمة الصاد. هعوض في أي معادلة إذا كانت المعادلة الأولى أو المعادلة التانية عن قيمة السين بتساوي 2 عشان أجيب الصاد. تعال نعوض في المعادلة الأولى مثلا، السين ب2، 2 في 3 ب6 يبقى 6 زائد 2 صاد هيساوي 4. أودي ال6 بعكس الإشارة يبقى 2 صاد هيساوي 4 ناقص 6 هيديني -2. هقسم على الاتنين في الطرفين يبقى صاد بتساوي -2 على الاتنين فيها -1. يبقى مجموعة الحل م ح الزوج المرتب 2 و-1. أجب عن الأسئلة الآتية. السؤال الأول، مجموعة حل المعادلتين س ناقص 3 بيساوي 0 وص زائد 2 بيساوي 0 في ح ف ح. طيب عشان أحلهم يعني عايز قيمة س وقيمة ص، فأنا هثبت الس وأدي التلاتة بعكس الإشارة فس هتساوي 3. نفس الكلام هثبت الصاد وأدي الاتنين بعكس الإشارة فالصاد هتساوي -2، فتكون مجموعة الحل 3 و-2، لكن عبارة عن مجموعة وداخلها زوج مرتب عشان المسقط الأول هو الس والمسقط التاني هو الصاد، فهتكون الإجابة ج. السؤال التاني، مجال الدالة د حيث د س تساوي س زائد 2 على س ناقص 1. احنا عارفين إن مجال الدالة ح فرق أصفار المقام. إيه اللي يخلي المقام هنا ب0 لو كانت س ب1؟ فيكون المجال هو ح فرق الواحد. السؤال الثالث، إذا كان احتمال الألف ب6/10 فإن احتمال ألف المكملة، ما احنا عارفين إن احتمال المكملة عبارة عن 1 ناقص احتمال الألف، ولو كان مدين المكملة وطالب احتمال الألف هيكون 1 ناقص احتمال ألف المكملة. نفس القانون بالظبط. هنا عايز احتمال ألف المكملة هيكون 1 ناقص احتمال الألف، يعني 1 ناقص 6/10. 1 ناقص 6/10 هيديني 4/10. السؤال الرابع، اوجد جبريا في ح ف ح مجموعة حل المعادلتين س زائد ص بيساوي 7 وس ناقص ص بيساوي 3. تعال نحلها تحت. عشان أحل المعادلتين دول مع بعض ممكن أحلهم بالتعويض أو الحذف. الأسهل إن أنا أحلهم بالحذف، هكتب المعادلتين تحت بعض. يبقى س زائد ص يساوي 7 والس ناقص ص هيساوي 3. معامل الصاد المعادلة الأولى هو معامل الصاد في المعادلة التانية مع اختلاف الإشارة، فأنا هقول بالجمع مش هعدل حاجة في المعادلتين مع بعض. س زائد س ب2 س، الصاد هتروح مع الصاد و7 زائد 3 يديني كام؟ يديني 10. هقسم على الاتنين في الطرفين، الس هتساوي كام؟ 10 على الاتنين فيها ال5. هعوض في أي معادلة إذا كانت المعادلة الأولى والتانية عن الس بتساوي 5 عشان أجيب الصاد. تعال نعوض في المعادلة الأولى. يبقى 5 زائد صاد تساوي 7 وأدي ال5 بعكس الإشارة، فالصاد هتساوي 7 ناقص 5
2. تكون مجموعة الحل هي 5 و2. السؤال الخامس: مجموعة أصفار الدالة د حيث د س تساوي س ناقص 2 على س تربيع ناقص 4. احنا عارفين إن أصفار دالة الكسر الجبري عبارة عن أصفار البسط فرق أصفار المقام، أو بالبلدي كده الأصفار اللي موجودة في البسط ولكن مش موجودة في المقام. فأنا لازم أجيب أصفار البسط. أصفار البسط عندي هنا الاتنين اللي يخلي البسط بصفر لو كانت س ب2، وأصفار المقام لما أحلل فرق بين مربعين هيبقى 2 وسالب 2. إيه الأصفار اللي موجودة في البسط مش موجودة في المقام؟ مفيش الكلام ده، فالأصفار هتكون فاي، لأن أنا عندي الاتنين اللي موجودة في البسط موجودة في المقام، فأنا ما ينفعش أخدها، فهتكون الأصفار فاي. مجموعة حل المعادلتين س بتساوي 3 وس تربيع زائد ص تربيع بيساوي 25. عندي معادلتين، المعادلة الأولى هي س بتساوي 3 ودي معادلة ثابتة، وس تربيع زائد ص تربيع تساوي 25. هحلها بالتعويض إن أنا أعوض من المعادلة الأولى للمعادلة التانية، هشيل السين وأكتب مكانها 3. هيكون عندي س تربيع يعني 3 تربيع زائد ص تربيع بيساوي 25. 3 تربيع ب9، 9 زائد ص تربيع بيساوي 25. هودي ال9 بعكس الإشارة، يبقى ص تربيع بيساوي 25 ناقص 9 يديني 16. ناخد الجذر للطرفين، يبقى الصاد هتساوي موجب أو سالب 4. طيب عند س بتساوي 3 الصاد هتساوي كام؟ الصاد طلع لها قيمتين تساوي 4. وعند س برضو بتساوي 3 عشان س أصلا ثابتة، الصاد هتساوي سالب 4. تكون مجموعة الحل هي عبارة عن مجموعة وكم زوج مرتب 2 مش 1، 3 و4 و3 وسالب 4، ويكون ده الاختيار ب. السؤال السابع: عدد حلول المعادلتين س زائد ص بيساوي 3 وس زائد ص بيساوي سالب 3. عشان أجيب عدد الحلول أو نوع المستقيمان، أنا بقول بقارن ما بين معامل السين على معامل السين، ومعامل الصاد على معامل الصاد، والحد المطلق على الحد المطلق. لو لقيت إن معامل السين على معامل السين بيساوي معامل الصاد على معامل الصاد بيساوي الحد المطلق على الحد المطلق، بيكون نوع المستقيمان منطبقان وعدد الحلول عدد لا نهائي. ولو لقيت إن معامل السين على معامل السين بيساوي معامل الصاد على معامل الصاد لا يساوي الحد المطلق على الحد المطلق، بيكون مستقيمان متوازيان وعدد الحلول بيساوي 0. إنما لو لقيت معامل السين على معامل السين لا يساوي معامل الصاد على معامل الصاد، بيكون مستقيمان متوازيان وعدد الحلول حل وحيد. طيب أنا هشوف المسألة بينطبق عليها أنهي حالة من الحالات الثلاثة اللي احنا قلناهم دول. هقول هنا معامل السين على معامل السين يبقى 1 على 1. معامل الصاد على معامل الصاد برضه هلاقيها 1 على 1. والحد المطلق على الحد المطلق 3 على سالب 3. هلاقي إن 1 على 1 بتساوي 1 على 1 لكن لا تساوي 3 على سالب 3. في الحالة دي هتبقى الحالة التانية، ويكون نوع المستقيمان مستقيمان متوازيان وعدد الحلول 0. اوجد باستخدام القانون العام مجموعة حل المعادلة س تربيع ناقص 5 س زائد 2 بيساوي 0 في ح، متخذا جذر 17 تقريبا بيساوي 4.12. طيب قبل ما أحل بالقانون العام لازم أجيب الألف وأجيب الب وأجيب الجيم. زي ما احنا متعودين إن الألف هو معامل السين تربيع فهيكون ب1، والب معامل السين واخده بنفس الإشارة هيكون -5، والجيم هو الحد المطلق هيكون ب2. نكتب القانون العام. عندي س هتساوي سالب ب موجب أو سالب الجذر التربيعي ب تربيع ناقص 4 ألف ج على 2 ألف. نعوض في القانون يبقى س هتساوي سالب ب سالب في سالب بموجب هتبقى 5، موجب أو سالب الجذر التربيعي ب تربيع 5 تربيع ب25 ناقص 4 في ألف، ألف ب1 وج ب2 على 2 في 1 اللي هي 2 ألف. طيب يبقى س هتساوي 5 موجب أو سالب الجذر التربيع، هجيب القيمة اللي تحت الجذر
4 في 1 ب4 و4 في 2 ب8، 25 ناقص 8 هيديني 17. 17 على 2 في 1 ب2. بعد الخطوة دي أنا بقسم المسألة لمسألتين، باخد السين مرة بالموجب ومرة بالسالب. هقول السين هتساوي 5 زائد جذر 17 على الاتنين، والسين هتساوي 5 ناقص جذر 17 على الاتنين. أنا بفتح الآلة الحاسبة عشان أجيبها. أجيب شرطة الكسر الأول، وبعد كده هكتب 5 زائد جذر التربيع لل17 على الاتنين، دوس يساوي وادوس على اس دي، تطلع عندي ب4 ونص. يبقى هنا س هتساوي 4.5 أو 4.56. طيب وهنا س هتساوي كام؟ نرجع للآلة الحاسبة. بدل ما اكتب المسألة من أول وجديد هدوس على أي سهم، أخش أمسح الموجب وأخليه سالب، وأدوس يساوي وأدوس على اس دي، تطلع ب 43% أو 4/10. يبقى س هتساوي 43%. إذا كان أ وب حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية، وكان أ مجموعة جزئية من ب، أو أ جزء من ب. أ جزء من ب يعني أ هي المجموعة الأصغر وب المجموعة الأكبر. لو طلب مني التقاطع فأنا باخد الأصغر يكون احتمال الألف، لكن هنا طالب مني احتمال أ اتحاد ب، الاتحاد باخد المجموعة الأكبر فيكون احتمال الب. المعكوس الجمعي للدالة د حيث د س هتساوي س ناقص 3 على س زائد 2. عشان أجيب المعكوس الجمعي لأي دالة كسر جبري أنا بضرب البسط في -1 أو المقام في -1، لكن ما بضربش الاتنين مع بعض. أنا لا بشتغل على البسط بس لا إما المقام بس. طيب لو ضربنا البسط في -1، -1 في س هيديني سالب س، سالب في سالب بموجب هيديني موجب 3 على س زائد 2. طيب ما أنا عارف إن سالب س زائد 3 هي 3 ناقص س، لو رتبت المقدار على س زائد 2 نبص على الاختيارات هلاقي الاختيار ب. مسألة رقم 11 من تانية إعدادي على الفترات. قال لي الفترة المغلقة 3 و5 فرق المجموعة 3 و5. أنا عارف إن الفترة دي بتحتوي على جميع الأعداد اللي بتقع ما بين 3 و5، وال3 معايا وال5 معايا. فرق المجموعة 3 و5 يعني أنا عايز أطلع ال3 وال5 من الفترة. عشان أطلعهم من الفترة فأنا هفتح الفترة، يبقى أ الفترة المفتوحة من 3 لحد 5. أوجد ن س في أبسط صورة موضحا المجال. ن س دي دالة كسر جبري عبارة عن جمع دالتين مع بعض. عشان أجيب أبسط صورة لأي دالة إحنا عارفين إن أنا بحلل البسط والمقام إذا كان يقبل التحليل، وبعد كده بجيب المجال، وبعد ما أجيب المجال بختصر البسط مع المقام عشان أحصل على أبسط صورة. فإحنا هنقول ن س هتساوي، نبص على البسط، عندي السين عامل مشترك، هاخد السين عامل مشترك هيتبقى عندي س زائد 4. ننزل على المقام، مقدار ثنائي فرق بين المربعين، كام في كام يديني 16 أو الجذر التربيع ل16 4، يبقى س ناقص 4 وس زائد 4. نكمل، هقول زائد الدالة التانية س ناقص 3 لا في عامل مشترك ولا في تحليل فأنا هسيبها زي ما هي. ننزل على المقام، ده مقدار ثلاثي بسيط طبعا، كام في كام يديني 12 ومجموعهم 7 هلاقيها 3 في 4، فأنا هحلل، نفتح قوسين، السين تربيع تبقى س وس، ال 12 3 في 4 أو 4 في 3، إشارة الحد الأخير موجب، الاتنين ياخدوا إشارة الحد الأوسط. قبل ما أختصر البسط مع المقام هجيب المجال، يبقى المجال هيساوي ح فرق أصفار المقام الأول وأصفار المقام التاني. اللي يخلي المقام الأول بصفر إن أنا لو السين هنا كانت ب4 وهنا -4 باخد عكس الإشارة بالظبط، وهنا لو كانت السين ب3 وهنا لو كانت السين ب4، بس ال4 مكتوبة عندي فمش هكتبها تاني. كده جبت المجال. نختصر، يبقى ن س هتساوي، هشوف هختصر ايه مع ايه، س زائد 4 هتروح مع س زائد 4، وس ناقص 3 هتروح مع س ناقص 3، هيتبقى في الدالة الأولى س على س ناقص 4 زائد 1 على س ناقص 4. جمع دالتين مع بعض، لو كانت المقامات متشابهة أنا هاخد مقام واحد، يبقى هاخد س زائد 4 وأجمع البسط س زائد
1 ودي أبسط صورة للدالة. إذا كان نون 1 س هيساوي س تربيع على س تربيع ناقص س، ونون 2 س هيساوي س أس 3 ناقص س تربيع على س أس 3 ناقص 2 س تربيع زائد س. عندي دالتين وعايز يثبت إن نون 1 بتساوي نون 2. عشان أثبت إن نون 1 بتساوي نون 2 هثبت إن أبسط صورة للدالة الأولى بتساوي أبسط صورة للدالة التانية، يعني نون 1 س بيساوي نون 2 س. وهثبت إن م 1 المجال بتاع الدالة الأولى بيساوي مجال الدالة التانية. فأنا هعتبرهم مسألتين وأحل كل حاجة لوحدها. ناخد هنا نون 1 س هتساوي البسط عندي س تربيع تتكتب زي ما هي، مفيش عامل مشترك مفيش تحليل. ننزل في المقام أنا هاخد السين عامل مشترك، هيتبقى عندي س ناقص 1. قبل ما اختصر هجيب المجال، هجيب م 1 هيكون عبارة عن ح فرق. ايه اللي يخلي المقام بصفر؟ لو كانت السين هنا بصفر وهنا لو كانت السين بواحد، فالمجال هو ح فرق الصفر والايه الواحد. نختصر يبقى نون 1 س هتساوي السين اللي في المقام هتروح مع س واحدة بس من اللي فوق، يعني التربيع هيروح، هيتبقى س على س ناقص 1. زي ما عملنا هنا هنعمل في الدالة التانية، هنقول نون 2 س هتساوي، أبص على البسط هاخد السين تربيع عامل مشترك، هيتبقى عندي س ناقص 1. وفي المقام عندي السين عامل مشترك، هاخد السين برضو عامل مشترك، هيتبقى عندي س تربيع ناقص 2 س زائد 1. طيب يبقى نون 2 س هتساوي، ليه هكمل؟ ليه مش هجيب المجال؟ لأن أنا عندي في المقام عندي مقدار ثلاثي يقبل التحليل. كان في كام؟ يديني 1 ومجموعهم 2، هيكون 1 في 1. فأنا هكتب المسألة البسط زي ما هو، س تربيع في س ناقص 1 على س، وأحلل المقدار الثلاثي. الس تربيع هتبقى س وس، الواحد هيكون 1 في 1، إشارة الحد الأخير موجب، الاتنين ياخدوا إشارة الحد الأوسط. بعد الخطوة دي هجيب المجال، يبقى م 2 هتساوي ح فرق أصفار المقام، يبقى هنا السين هنا بصفر وهنا السين تكون 1 وهنا السين هتكون 1، فيكون 0 و1. نجيب الاختصار، يبقى نون 2 س هتساوي، ألاقي إن السين تربيع السين اللي في المقام راحت مع التربيع اللي فوق، هاخد منها واحدة، وس ناقص 1 هتروح مع س ناقص 1، هيتبقى عندي في البسط س على س ناقص 1. لقيت هنا إن المجال بيساوي المجال والاختصار بيساوي الاختصار، هقول له بقى بما أن نون 1 س هتساوي نون 2 س، وبما أن م 1 المجال الأول بيساوي م 2 المجال الثاني، إذا نون 1 هتساوي نون 2، وهو المطلوب إثباته. اوجد نون س في أبسط صورة مبينا المجال. يعتبر المسائل كلها شبه بعض، أبسط صورة يعني هحلل البسط والمقام وآخد المجال وبعد كده أختصر، بس ناخد بالنا إن دي مسألة اسمها مش مسألة جمع. هنقول نون س هتساوي البسط عندي س ناقص 5، دي أبسط صورة. ننزل في المقام، المقام عبارة عن مقدار ثلاثي بسيط، كام في كام يديني 15، الفرق بينهم 2، 3 في 5 و5 ناقص 3 يديني 2، فأنا هحلل المقام للسين تربيع تبقى س وس، ال15 3 في 5، إشارة الحد الأخير سالب، فالعدد الكبير ياخد إشارة الحد الأوسط والتاني عكسه. نكمل مسألة القسمة، أنا بخلي القسمة في وشقلب الكسر اللي بعد علامة القسمة، فهخلي فوق 2 س زائد 6 وتحت 8. طيب ناخد بالمرة عامل مشترك عشان نختصر الخطوة ديت، إن أنا آخد الاتنين في البسط عامل مشترك، هيتبقى عندي س زائد 3 وفي المقام عندي 8. قبل ما اختصر هجيب المجال، يبقى المجال هو عبارة عن ح فرق، طالما دي مسألة قسمة المفروض ح فرق أصفار المقام، بس عشان هي مسألة قسمة فأنا يعتبر شقلبت الكسر التاني، فيكون ح فرق أصفار المقام الأول والبسط والمقام بتاع الدالة التانية. تاني يبقى أنا لو عايز المجال بتاع دالة كسر جبري فيها عملية قسمة، أنا باخد أصفار المقام الأول وأصفار البسط والمقام بتاع الدالة التانية. أصفار المقام الأول إن أنا يكون عندي هنا س بسالب 3 وهنا س ب5. طيب المقام التاني ملوش أصفار، طب ناخد البسط، إيه اللي يخلي البسط هنا بصفر لو كانت الس بسالب 3؟ طب سالب 3 موجودة عندي فمش هكتبها تاني. آخر خطوة إن أنا أختصر الدالة،
يبقى ن س هتساوي س ناقص 5 هتروح مع س ناقص 5، وس زائد 3 هتروح هنا مع س زائد 3، هيتبقى عندي في البسط هيتبقى عندي الاتنين، وتحت هيتبقى عندي التمانية. 2 على 8 فيها الواحد على 4. إذا كان ن س هتساوي 3 س ناقص 9 على س تربيع زائد 5 س زائد 6، دي دالة كسر جبري. اوجد ن أس سالب 1 س، يعني عايز المعكوس الضربي للدالة ولكن في أبسط صورة، وبعد كده هبين المجال. طيب يبقى ن أس سالب 1 س، نجيب المعكوس الضرب على طول قبل ما نشتغل، إن أنا أشقلب الكسر اللي عندي، فهخلي في البسط س تربيع ناقص 5 س زائد 6، وهخلي في المقام 3 س ناقص 9. بعد كده نشتغل بالخطوات اللي احنا عارفينها، ان انا احلل البسط والمقام وبعد كده اجيب المجال وبعد كده اختصر. البسط عندي عبارة عن مقدار ثلاثي بسيط، كان في كام يديني 6 مجموعهم 5 2 في 3، فانا هحلل البسط س تربيع تبقى س وس، الستة 2 في 3، إشارة الحد الأخير موجب فالاتنين ياخدوا إشارة الحد الأوسط. ننزل على المقام ناخد التلاتة عامل مشترك، هيتبقى عندي س ناقص 3. نجيب المجال. مجال دالة أو المعكوس الضربي لدالة الكسر الجبري عبارة عن ح فرق أصفار البسط وأصفار المقام. لو أنا عندي دالة كسر جبري وجبت لها المعكوس الضربي، فالمجال بتاعها بيكون عبارة عن ح فرق أصفار البسط وأصفار المقام. أصفار البسط عندي الاتنين والتلاتة، وتحت عندي التلاتة فمش هكتبها تاني. طيب نجيب الاختصار، أبسط صورة للمعكوس الضرب للدالة، يبقى ن أس سالب 1 س هيساوي هنا س ناقص 3 هتروح مع س ناقص 3، هيتبقى عندي س ناقص 2 على 3. طيب وبعدين طالب مني قال لي اوجد ن أس سالب 1 3، يعني عايز يعوض في المعكوس الضرب للدالة لما س تساوي 3. طيب ما أنا عارف إن التلاتة دي أصلا لا تنتمي للمجال ده، المجال ح فرق الاتنين والتلاتة، فهقول له ن أس سالب 1 للتلاتة تكون غير معرفة، لأن التلاتة لا تنتمي لمجال ن أس سالب 1 س. يقول إذا كان أ وب حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية، وكان احتمال الألف 4/10 واحتمال الب 5/10 واحتمال التقاطع ب2/10، اوجد احتمال 1 أ اتحاد ب. احنا عارفين إن احتمال أ اتحاد ب عبارة عن احتمال الألف زائد احتمال الب فرق احتمال أ تقاطع ب. كل اللي أنا بعمله أنا بعوض، مسائل سهلة جدا. احتمال أ ب 4/10 زائد احتمال الب 5/10 ناقص احتمال التقاطع 2/10. 4/10 زائد 5/10 9/10، هنقص منهم 2/10 فالناتج هيكون 7/10. المطلوب التاني عايز احتمال عدم وقوع أ. عدم وقوع أ يعني عايز أ المكملة أو أ شرطة. طيب ما احنا عارفين إن احتمال أ المكملة عبارة عن 1 ناقص احتمال الألف، 1 ناقص احتمال الألف، هعوض يبقى 1 ناقص احتمال الألف بكام؟ ب4/10. 1 ناقص 4/10 هيديني 6/10. في المجموعة الأولى اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. 1. إذا كان الجذر التربيعي للصاد بيساوي 2 فإن قيمة 3 صاد. عشان أجيب 3 صاد أنا لازم أعرف صاد بكام الأول. إحنا عارفين إن الجذر التربيعي ل4 هو اللي بيديني 2، فبالتالي صاد هنا بتساوي 4، يبقى 3 في 4 يديني 12. السؤال التاني، إذا كان لام في م بيساوي 5 ولام م تربيع بيساوي 20 فإن قيمة الميم تساوي كام؟ طيب أنا ممكن أشتغل هنا وأعوض عن لام م بيساوي 5، يعني لام م تربيع دي عبارة عن لام م في م، كل ده بيساوي كام؟ بيساوي 20. طيب ما أنا عندي لام م بس ب5، يبقى هنا 5 م هتساوي 20. عشان أجيب قيمة الميم هقسم على 5 في الطرفين فالميم تطلع ب4. السؤال الثالث، إذا كان للمعادلتين 2 س ناقص 3 ص بيساوي 2 و6 س ناقص 9 ص بيساوي ك، عدد لا نهائي من الحلول. عدد لا نهائي من الحلول
ده معناه إن لما أقسم معامل السين على معامل السين، يعني لما أقسم 2 على 6 هلاقيها بتساوي معامل الصاد على معامل الصاد -3 على -9، هتساوي الحد المطلق على الحد المطلق، يعني 2 على الكاف. أقدر إن أنا أجيب الكاف من أي نسبة عندي، يعني لو اعتبر اللي في النص دي مش موجودة، فعشان أجيب الكاف أضرب 2 في 6 على الاتنين. 2 في 6 ب12، 12 على الاتنين فيها 6. السؤال الرابع: مجموعة أصفار الدالة د حيث د س هتساوي س تربيع ناقص 4. عايز أصفار الدالة. أصفار الدالة بجيبها إزاي؟ بإن أنا باخد الدالة أساويها بالصفر وأجيب قيم س. فأنا هنا لو سويت س تربيع ناقص 4 بتساوي صفر، ممكن أودي الأربعة بعكس الإشارة، يبقى س تربيع هتساوي 4، يبقى س هتساوي الجذر التربيعي للأربعة، هتديني موجب أو سالب 2، فتكون أصفار الدالة هي -2 و2. السؤال الخامس: إذا كانت ص بتساوي 3 وس تربيع بتساوي ص زائد 6، فإن س تساوي كام؟ طيب أنا ممكن أعوض عن قيمة الصاد هنا في المعادلة التانية، يعني هشيل صاد وأكتب 3، فهلاقي إن س تربيع هتساوي 3 زائد 6 9، يبقى س هتساوي الجذر التربيعي لل9، هتديني موجب أو سالب 3. السؤال السادس: مجال الدالة د حيث د س تساوي س ناقص 4 على 5. إحنا عارفين إن مجال دالة الكسر الجبري عبارة عن ح فرق أصفار المقام. طيب المقام عندي ملوش أصفار، يبقى المجال ح. السؤال السابع: أبسط صورة للدالة د حيث د س هتساوي س على 2 س زائد 2 زائد 1 على 2 س زائد 2. طيب أنا هنا شايف المقامات متشابهة، فأنا ممكن أقول د س هتساوي، هاخد مقام 1 وأجمع البسط، يبقى 2 س زائد 2، وأجمع البسط س زائد 1. كل ده هيساوي، عندي عامل مشترك في المقام الاتنين، طيب هاخد الاتنين عامل مشترك، هتبقى عندي س زائد 1. في البسط عندي فيه س زائد 1، دول هيروحوا مع بعض، هيتبقى 1 على الاتنين اللي هي نص. إذا كان ن س بيساوي 3 على 2 س زائد 1 على 2 س، نفس الكلام جمع برضه دالتين، بس هو عايز هنا المعكوس الضربي للدالة. طيب أنا الأول هجمع الدالتين، عندي برضه مقامات متشابهة، فهقول مسألة رقم 8، هقول ن س هتساوي، هاخد مقام 1 وأجمع البسط، عندي 2 س، وفي البسط لما أجمع 3 زائد 1 يديني 4. كل ده هيساوي، على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها الاتنين، هتديني 2 على س. طيب هو عايز ن أس سالب 1 س، عايز المعكوس الضرب للدالة، هشقلب الكسر، هيديني س على الاتنين، تبقى د. السؤال التاسع: عند إلقاء حجر نرد منتظم مرة واحدة، فإن احتمال ظهور عدد أكبر من الأربعة. إحنا عارفين إن حجر النرد فيه أرقام من 1 لحد 6، 2 و3 و4 و5 و6. طيب هو قال لي احتمال ظهور عدد أكبر من الأربعة، يعني ممكن ال5 وممكن ال6، دول كم عدد؟ عددين، فأنا لما أجيب الاحتمال هقسم 2 على 6، 2 على 6 فيها الواحد على 3. أجب عن الأسئلة الآتية. سؤال 10: أوجد مجموعة حل المعادلتين الآتيتين في ح فح حيث س زائد 2 ص بيساوي 5 للمعادلة الأولى، و2 س زائد ص بيساوي 1. أنا أقدر أحلهم بالتعويض أو الحذف، الأسهل إن أنا أحل بالحذف، بس لازم معامل الصاد هو معامل الصاد مع اختلاف الإشارة. هنا 2 لكن هنا المعامل ب1، فأنا أقدر أضرب المعادلة التانية في -2. تمام؟ نزل المعادلة الأولى زي ما هي، يبقى س زائد 2 ص هيساوي 5، وأقول بضرب المعادلة التانية في -2، هضرب -2 في 2 س هيديني -4 س، ناقص -2 في ص ب-2 ص، كل ده هيساوي -2 في 1 ب-2. بعد كده هقول بجمع المعادلة 1 والمعادلة 2، س زائد -4 س هتديني -3 س، 2 ص هتروح مع 2 ص، كل ده هيساوي 5 ناقص 2 هيديني 3. هقسم على التلاتة -3 في الطرفين عشان أجيب قيمة السين، يبقى س هتساوي -1.
3 على سالب 3 فيها السالب 1. طيب أنا جبت قيمة السين، هروح أعوض عشان أجيب قيمة الصاد. هعوض في أي معادلة إذا كانت المعادلة الأولى أو المعادلة التانية. نعوض في المعادلة الأولى، س بتساوي سالب 1 يبقى سالب 1 زائد 2 صاد بيساوي 5. أودي السالب 1 بعكس الإشارة، يبقى 2 صاد هيساوي 5 زائد 1 6. هقسم على الاتنين في الطرفين، يبقى الصاد بتساوي 6 على 2 فيها 3، وتكون مجموعة الحل هي المجموعة وداخلها زوج مرتب سالب 1 و3. اوجد مجموعة حل المعادلة الآتية باستخدام القانون العام في ح. طيب احنا عارفين ان القانون العام ده ثابت ومسألة ثابتة في الامتحان ومن أسهل ما يمكن. القانون العام س بتساوي سالب ب موجب أو سالب الجذر التربيعي ل ب تربيع ناقص 4 ألف ج على 2 ألف. وقبل ما أحل المسألة أنا بجيب الأول الألف والب والج. الألف معامل السين تربيع ب2، والب معامل السين بسالب 6، والجيم هو الحد المطلق هيديني 1. بعد كده بعوض في القانون، يبقى س هتساوي سالب ب سالب في سالب بموجب هتديني 6 موجب أو سالب الجذر التربيعي ب تربيع سالب 6 تربيع ب36 ناقص 4 في ألف ب2 وفي ج ب1 على 2 ألف، يعني 2 في 2 ب4. نكتبها 2 في 2 مفيش مشكلة. الخطوة التانية هقول إن السين بتساوي، هجيب القيمة اللي تحت الجذر، يبقى 6 موجب أو سالب الجذر التربيعي عندي 2 في 4 ب8، 8 في 1 ب8، 36 ناقص 8 تديني 28، يبقى 28 على ال4. الخطوة اللي بعد كده إن أنا بقسمها مسألتين، هاخد السين مرة بالموجب ومرة بالسالب. هقول إن س هتساوي 6 زائد الجذر التربيعي ل 28 على ال4، وس هتساوي 6 ناقص الجذر التربيعي ل 28 على ال4. بعد كده قال لي مقربا الناتج لأقرب رقمين عشريين، فأنا بفتح الآلة الحاسبة وبكتب عندي المسألة عشان أجيبها لأقرب رقم عشري. هكتب 6 زائد الجذر التربيعي ل 28 على ال4، هتطلع عندي س هتساوي 2.8، بس هو عايز رقمين مش رقم واحد، يبقى 2.82. نيجي للمسألة ونكتب عشان نجيبها بالسالب. هخلي الموجب اللي في المسألة سالب وادوس يساوي وادوس على اس دي، هتطلع ب 17%، يبقى س هتساوي 17%. هقول له بعد كده م ح مجموعة الحل هي، هفتح مجموعة واكتب 2.82% و17%. اوجد مجموعة الحل للمعادلتين الآتيتين في ح في ح. قال لي س بتساوي 2 ص ودي المعادلة الأولى، وس تربيع زائد ص تربيع بيساوي 20 ودي المعادلة التانية. أنا أقدر أحلها بالتعويض إن أنا أعوض عن قيمة السين في المعادلة التانية، يعني كل س هتقابلنا أشيلها وأكتب مكانها 2 ص. فأنا هعوض على طول، يبقى س تربيع هكتب مكانها 2 ص كل تربيع زائد ص تربيع بيساوي 20. هوزع التربيع هنا على المعامل وعلى الصاد، يبقى 4 ص تربيع زائد ص تربيع بيساوي 20. هجمع يبقى 5 ص تربيع هيساوي 20 وأقسم على الخمسة في الطرفين، هيروحوا مع بعض هيتبقى الصاد تربيع 20 على 5 فيها ال4، يبقى صاد هتساوي بعد ما اخد الجذر موجب أو سالب 2. جبت قيم الصاد، هعوض في المعادلة الأولى أو المعادلة التانية عشان أجيب قيم السين. نعوض في المعادلة الأولى أسهل، يبقى س هتساوي لما صاد تطلع ب2، 2 في 2 ب4. هقول له عند صاد بتساوي 2، إذا السين هتساوي 2 في 2 هتساوي 4، وعند صاد بتساوي سالب 2 يبقى س هتساوي 2 في سالب 2 هيديني سالب 4. وتكون مجموعة الحل هي، هبدأ بالسين الأول، 4 و2 وسالب 4 وسالب 2. إذا كان ن واحد س بيساوي 2 على 2 س زائد 6 دي الدالة الأولى، ون 2 س تساوي س تربيع ناقص 3 س زائد 9 على س تكعيب زائد 27.
اثبت أن نون واحد بيساوي نون اتنين، يعني هثبت إن الاختصار بيساوي الاختصار والمجال بيساوي المجال. هنقسمهم مسألتين واشتغل على الدالة الأولى. هقول نون واحد س هتساوي البسط ينزل زي ما هو اتنين، وتحت ممكن اخد الاتنين عامل مشترك، هيتبقى عندي س زائد تلاتة. قبل ما اختصر اجيب المجال، يبقى م واحد عبارة عن ح فرق اصفار المقام اللي يخلي المقام هنا بصفر لو كانت س بسالب تلاتة. بعد كده هجيب الاختصار، يبقى نون واحد س هتساوي الاتنين هتروح مع الاتنين، هيتبقى واحد على س زائد تلاتة. نيجي للدالة التانية ونفس الكلام اللي احنا عملناه بالظبط. هنقول نون اتنين س هتساوي البسط عندي عبارة عن مقدار ثلاثي، بس لو جيت أحلله مش هعرف أحلله، يعني كام في كام يديني تسعة ومجموعهم تلاتة مفيش، فأنا هسيبه زي ما هو. يبقى س تربيع ناقص تلاتة س زائد تسعة. المقام عندي مجموع مكعبين، الحد الأول ليه جذر تكعيبي والتاني ليه جذر تكعيبي، فكنا بنحلله قوس صغير وقوس كبير. جذر التكعيبي لس أس تلاتة بس، هاخد نفس الإشارة زائد، والجذر التكعيبي للسبعة وعشرين تلاتة. القوس الكبير هجيبه من هنا، ربع الحد الأول، غير الإشارة، اضرب الحد الأول في التاني، تلاتة س ربع الحد الأخير يديني تسعة. نجيب المجال م اتنين ح فرق أصفار المقام هيكون ح فرق السالب تلاتة. طب عايز أتأكد إن القوس التاني ملوش أصفار، بجيبها بالمميز وألاقي قيمة المميز سالبة، فبالتالي ليس له أصفار، فهاخد أصفار القوس الأول بس. نجيب الاختصار، يبقى نون اتنين س هتساوي، هلاقي القوس اللي فوق راح مع اللي تحت، هيتبقى واحد على س زائد تلاتة. أقول له بقى بما أن نون واحد س يعني الاختصار بيساوي نون اتنين س، وبما أن م واحد المجال الأول بيساوي المجال التاني بيساوي م اتنين، إذا نون واحد بيساوي نون اتنين وهو المطلوب إثباته. أوجد نون س في أبسط صورة موضحا المجال. نون س عندي عبارة عن مجموع دالتين، هنشتغل بنفس الطريقة اللي احنا متعودين عليها. هنقول نون س هتساوي، هحلل البسط والمقام وبعد كده هجيب المجال وبعد كده اختصر البسط مع المقام. تحليل البسط إن أنا آخد السين عامل مشترك، هيتبقى عندي س زائد أربعة، والمقام فرق بين مربعين، فهتبقى س وس أربعة وأربعة، واحدة موجب واحدة سالب، يبقى س ناقص أربعة وس زائد أربعة. الدالة التانية العامل المشترك في البسط الأربعة، هاخد الأربعة عامل مشترك، هتبقى عندي س زائد تمانية على أربعة فيها الاتنين. والمقام عندي مقدار ثلاثي بسيط، كام في كام يديني تمانية، والفرق بينهم اتنين، هلاقيها اتنين في أربعة، وأربعة ناقص اتنين يديني اتنين، فهحلله نفتح قوسين، س تربيع تبقى س وس، التمانية اتنين في أربعة، إشارة الحد الأخير سالب، في العدد الكبير ياخد إشارة الحد الأوسط والتاني عكسه. قبل ما أختصر أجيب المجال، يبقى المجال هيساوي ح فرق أصفار المقام. أصفار المقام هنا الأربعة، وهنا سالب أربعة، وهنا سالب اتنين، وهنا الأربعة لكن مش هكتبها تاني. طيب نكمل ونختصر، هلاقي عندي س زائد أربعة راحت مع س زائد أربعة، وهنا س زائد اتنين راحت مع س زائد اتنين، يبقى نون س هتساوي اللي اتبقى هنا س على س ناقص أربعة زائد، وهنا أربعة على س ناقص أربعة، مقامات متشابهة وجمع دالتين، هاخد مقام واحد وأجمع البسط، س ناقص أربعة وفوق س زائد أربعة. اوعى تستعجل وتقول لي هودي البسط مع المقام وتطلع بواحد، لكن هي دي أبسط صورة لأن المقدار اللي فوق لا يساوي المقدار اللي تحت. اوجد نون س في أبسط صورة موضحا المجال، نفس الكلام ولكن الدالتين دول مش جمع، ده ضرب دالتين. هنقول نون س هتساوي، عندي في البسط س زائد واحد، في المقام س ناقص اتنين، هسيبها زي ما هي، في فوق مقدار ثلاثي بسيط، كام في كام يديني اتنين، الفرق بينهم واحد، اتنين في واحد، فأنا هحلل عن طريق إن أنا أفتح قوسين في البسط،
س تربيع تبقى س وس الاتنين 2 في 1، إشارة الحد الأخير سالب فالعدد الكبير ياخد إشارة الحد الأوسط والتاني عكسه. المقام عندي س تربيع ناقص 1 فرق بين مربعين، نفتح قوسين برضو، س تربيع س وس الواحد 1 و1، واحدة موجب وواحدة سالب. قبل ما اختصر بجيب المجال، يبقى الميم هتساوي ح فرق أصفار المقام، هنا الأصفار المقام ب2 وهنا -1 وهنا 1. بعد كده هختصر البسط مع المقام، س ناقص 1 هتروح مع س ناقص 1، هيتبقى عندي، وبرضه دي مسألة ضرب، س زائد 1 هتروح مع س زائد 1، هيتبقى عندي ن س. طالما مسألة ضرب أقدر أختصر الدالتين مع بعض عادي. هيتبقى عندي في البسط س زائد 2، وفي المقام س ناقص 2، ودي أبسط صورة للدالة. إذا كان أ وب حدثين من فضاء العينة لتجربة عشوائية، وكان احتمال الألف ب5/10 واحتمال الب ب6/10 واحتمال أ اتحاد ب ب9/10، اوجد احتمال أ تقاطع ب. طيب قانون التقاطع، احتمال أ تقاطع ب عبارة عن احتمال الألف زائد احتمال الب فرق احتمال الاتحاد، عكس قانون الاتحاد بالظبط. نعوض، احتمال أ ب5/10 زائد احتمال الب ب6/10 ناقص احتمال التقاطع 9/10. 5/10 زائد 6/10 دي 1/1، لما نقص منهم 9/10 هتديني 2/10. ده المطلوب الأول. المطلوب التاني عايز احتمال أ فرق ب. احتمال أ فرق ب يعني احتمال الألف فرق احتمال التقاطع، فرق احتمال التقاطع أ تقاطع ب. هنعوض، احتمال الألف ب5/10. طيب احتمال التقاطع بكام؟ احتمال التقاطع احنا لسه جايبينه ب2/10، يبقى 5/10 ناقص 2/10 هيديني 3/10، وده المطلوب التاني. المطلوب التالت عايز احتمال أ المكملة، احتمال أ المكملة أو أ شرطة زائد احتمال ب المكملة. طيب احتمال أ المكملة دي كانت عبارة عن 1 ناقص احتمال الألف، ده الجزء الأولاني، زائد واحتمال ب المكملة عبارة عن 1 ناقص احتمال الب، وده الجزء التاني. هنعوض في القوس الأول، 1 ناقص احتمال الألف، احتمال الألف بكام؟ ب5/10، يبقى 1 ناقص 5/10 زائد الب 1 ناقص احتمال الب ب6/10، 1 ناقص 6/10. أجيب القيم بتاعتي، 1 ناقص 5/10 هتديني 5/10 زائد 1 ناقص 6/10 هتبقى 4/10، لما أجمع هيطلع الناتج 9/10، وده المطلوب التالت. السؤال الأول، اوجد ن س في أبسط صورة موضحا المجال. نفس الخطوات اللي احنا متعودين عليها، هنحلل البسط والمقام ونجيب المجال وبعد كده نختصر. يبقى ن س هتساوي، البسط عبارة عن فرق بين مكعبين اللي هو قوس صغير وقوس كبير. جذر التكعيبي للسينوس 3 س، ناخد نفس الإشارة، جذر التكعيبي للتمانية 2. القوس الكبير ربع، غير، اضرب، يبقى 2 س ربع الحد الأخير تبقى 4. المقام عندي فرق بين مربعين، يبقى س وس 3 و3، واحدة موجب واحدة سالب، يبقى س زائد 3 وس ناقص 3. ناخد بالنا إن دي ضرب دالتين. في البسط عندي س زائد 3 هتنزل زي ما هي، وفي المقام مقدار ثلاثي، لكن لو جيت ضربت كام في كام يدينا 4 ومجموعهم 2 مش هلاقي، فهسيبها زي ما هي عشان لا تقبل التحليل أو ليس لها مجموعة حل في مجموعة الأعداد الحقيقية. س تربيع زائد 2 س زائد 4. بعد كده هنجيب المجال، ح فرق أصفار المقام، يبقى هنا -3 وهنا 3، والقوس التاني ملوش أصفار. بعد كده هختصر البسط مع المقام، هنا س تربيع زائد 2 س زائد 4 هتروح مع اللي تحت، وس زائد 3 هتروح مع اللي تحت، هيتبقى عندي
ن س هتساوي س ناقص 2 على س ناقص 3، وهي دي أبسط صورة للدالة. إذا كان أ وب حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية، وكان احتمال أ شرط أو أ المكملة ب4/10، واحتمال الب ب5/10، واحتمال الاتحاد ب8/10. اوجد أول حاجة. طالب مني احتمال الألف. أنا عارف إن احتمال الألف بيساوي 1 ناقص احتمال أ المكملة، يعني هيساوي 1 ناقص أ المكملة أو أ شرطة ب4/10، فيطلع احتمال الألف ب6/10. ده المطلوب الأول. المطلوب الثاني احتمال أ تقاطع ب. احتمال التقاطع عبارة عن احتمال الألف زائد احتمال الب فرق الاتحاد. طالما عندي طالب التقاطع يبقى فرق الاتحاد، فرق احتمال أ اتحاد ب. لكن لو كان طالب الاتحاد يبقى فرق التقاطع. احتمال الألف أنا جبته بكام؟ ب6/10، زائد احتمال الب هو مديهولي ب5/10، ناقص احتمال الاتحاد بكام؟ هو مديهولي ب8/10، هيساوي 6/10 زائد 5/10 ب1/1/10، ناقص 8/10 هيديني 3/10. السؤال الثاني، اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. مجال المعكوس الضربي للدالة د س بتساوي س ناقص 1 على س تربيع زائد 4. هو مش عايز مجال الدالة، ده عايز مجال المعكوس الضربي، فأنا هجيب المعكوس الضربي للدالة. هي اسمها د س، يبقى د أس -1 س هتساوي المعكوس الضربي، فأنا بشقلب الكسر، خلي المقام في البسط والبسط في المقام، يبقى س تربيع زائد 4 على س ناقص 1. أنا طبعا عارف إن المجال عبارة عن ح فرق، طالما في المعكوس الضربي يبقى ح فرق أصفار البسط وأصفار المقام. البسط عندي هنا ملوش أصفار في مجموعة الأعداد الحقيقية، لكن هاخد أصفار المقام بس اللي هو الواحد، يبقى المجال هو ح فرق الواحد، الاختيار د. السؤال الثاني، إذا كان 2 أس س بيساوي 3 و8 أس سالب س هتساوي كام؟ طيب 8 أس سالب س دي عبارة عن 1 على 8 أس س، عشان أخلي الأس موجب بجيب المعكوس بتاعه. طيب ما أنا ممكن أخلي 8 أس س دي عبارة عن 2 أس 3 لكل أس س، عشان 2 أس 3 ب8، وأقدر أبدل ما بين الأس اللي جوه والأس اللي بره، الضرب إبدالي مفيش أي مشكلة، فتطلع 2 أس س لكل أس كام؟ لكل أس 3. كل ده هيساوي، طب ما أنا عندي 2 أس س أصلا هو مديهالي بكام؟ مديهالي ب3، فهشيلها وأكتب 3، فهلاقي عندي في البسط 1 و2 أس س دي هشيلها وأكتب مكانها 3، يبقى 3 أس 3 هيديني 1 على 27 اللي هو الاختيار ج. السؤال الثالث، عايز المجال المشترك للدالتين د الواحد س على س ناقص 3 وده الاتنين س زائد 3 على الاتنين. عشان أجيب المجال المشترك أنا بقول ح فرق أصفار المقام الأول وأصفار المقام التاني. أنا ملاحظ إن المقام التاني ملوش أصفار، فأنا هاخد أصفار المقام الأول بس، فهتكون ح فرق 3. أوجد مجموعة حل المعادلة الآتية في ح. 2 س تربيع ناقص 4 س زائد 1 بيساوي 0. هو محددش إن أنا أحلها بالقانون العام، لكن لو جيت أحلل كمقدار ثلاثي غير بسيط هلاقيها برضه لا تقبل التحليل، هتكون قدامي عاملة مشكلة. فأسهل حاجة أي مقدار ثلاثي أنا مش عارف أحلله بالقانون العام، حتى لو هو ما طلبش بالقانون العام. نجيب قيمة الألف على طول. الألف معامل السين تربيع ب2، والب معامل السين بسالب 4، والجيم هو الحد المطلق ب1. واكتب القانون، س هتساوي سالب ب موجب أو سالب الجذر التربيعي ب تربيع ناقص 4 ألف ج على 2 ألف. هعوض، يبقى السين هتساوي سالب في سالب بموجب، يبقى 4 موجب أو سالب الجذر التربيعي ب تربيع 4 تربيع ب16 ناقص 4 في ألف في 2 في 1 على 2 ألف، يعني 2 في 2 ب4. بعد كده هقسم المسألة لمسألتين، هقول السين أخدها مرة بالموجب ومرة بالسالب، يبقى 4 زائد الجذر التربيعي
عندي هنا 2 في 4 ب8، 8 في 1 ب8، 16 ناقص 8 هيديني 8 على الأربعة، وآخدها مرة بالسالب يبقى س هتساوي 4 ناقص الجذر التربيع لل8 على الأربعة. بعد كده بفتح الآلة الحاسبة عندي عشان أجيبها لأقرب رقم 10. شرطة كسر هكتب 4 زائد الجذر التربيعي لل8 على الأربعة وأدوس يساوي، هتطلع عندي ب71%، يبقى السين هتساوي 71%. وهنجيبها بالسالب، نخش لنفس المسألة، هخلي الموجب سالب، هدوس يساوي، هتطلع عندي ب29، تطلع عندي ب29%، وده الحل التاني. بعد كده هقول له م ح مجموعة الحل، هكتب الحل الأول اللي هو 71% و29%. اوجد ن س في أبسط صورة موضحا المجال. حل البسط وحل المقام، وبعد كده أجيب المجال واختصر البسط مع المقام. ما تنساش إن دي مسألة طرح دالتين. ن س هتساوي، عندي مقدار ثلاثي بسيط، كام في كام يديني 2 مجموعهم 3، 2 في 1. فأنا هحللنا أفتح قوسين، السين تربيع س وس، 2 في 1، إشارة الحد الأخير موجب، الاتنين ياخدوا إشارة الحد الأوسط. والمقام عندي عبارة عن فرق بين مربعين، يبقى السين تربيع س وس، الأربعة 2 و2، واحدة موجب واحدة سالب، ناقص الدالة التانية عندي عامل مشترك في البسط اللي هو س، هيتبقى عندي 3 ناقص س. والمقام عندي عبارة عن مقدار ثلاثي بسيط، كام في كام يديني 3، الفرق بينهم 1، 2 في 3، و3 ناقص 2 يديني 1. فأنا هحلله برضه عن طريق إن أنا أفتح قوسين، س تربيع تبقى س وس، 6 2 في 3، إشارة الحد الأخير سالب، الكبير ياخد إشارة الأوسط والتاني عكسه. نجيب المجال، هيساوي ح فرق أصفار المقام، هنا الأصفار ب2، وهنا -2، وهنا -2، وهنا 3، بس -2 مش هكتبها مرتين عشان دي مجموعة. بعد كده هنجيب الاختصار أبسط صورة، هلاقي عندي س ناقص 2 راحت مع س ناقص 2 في الدالة الأولى، وس ناقص 3 مش هتروح مع 3 ناقص س إلا لو خدت السالب من هنا عامل مشترك، فأنا هاخد السالب بره عامل مشترك، هيتبقى عندي س في سالب س اهيت في س ناقص 3. طيب فهودي القوس ده مع القوس اللي تحت، طب السالب اللي طلع بره ده مع السالب بتاع المسألة هيخليها موجب، فهيتبقى عندي في الدالة الأولى س ناقص 1 على س زائد 2، وهتبقى زائد عشان السالب اللي أنا خدته عامل مشترك من البسط. والقوس اللي هيتبقى عندي اللي فوق س ناقص 3 هيروح مع س ناقص 3 اللي تحت، فهيتبقى عندي في البسط س على المقام س زائد 2. جمع دالتين المقامات متشابهة، هاخد مقام واحد يبقى س زائد 2، وهجمع البسط يبقى س ناقص 1 زائد س، هيتبقى عندي س زائد س ب2 س ناقص 1، والمقام عندي عبارة عن س زائد 2، وهي دي أبسط صورة للدالة. أوجد في ح مجموعة حل المعادلتين الآتيتين، س ناقص ص بيساوي 3 و2 س زائد ص بيساوي 6. دي المعادلة الأولى، والمعادلة التانية قلنا هنحلهم مع بعض بطريقة التعويض أو طريقة الحذف، والأسهل زي ما بنقول كل مرة هي طريقة الحذف. هكتب المعادلتين فوق بعض، يبقى س ناقص ص بيساوي 3، دي المعادلة الأولى. المعادلة التانية 2 س زائد ص هيساوي 6. لقيت معامل الصاد هو معامل الصاد مع اختلاف الإشارة، هقول بجمع المعادلة 1 والمعادلة 2، هلاقي عندي س زائد 2 س ب3 س، والصاد هنا هتروح مع الصاد، 3 زائد 6 يديني 9، هقسم على التلاتة في الطرفين، هلاقي عندي س بتساوي 9، 3 فيها التلاتة. هعوض في أي معادلة عن السين بتساوي 3 عشان أجيب قيمة الصاد. نعوض في المعادلة الأولى، يبقى 3 ناقص ص بيساوي 3، وأدي التلاتة دي بعكس الإشارة، يبقى سالب ص هيساوي 3 ناقص 3 0، يقسم على
سالب واحد سالب واحد، وصفر على أي حاجة بصفر فالصاد هتطلع عندي بصفر. تكون مجموعة الحل هي المجموعة داخلها زوج مرتب 3 وصفر. السؤال الرابع، اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. 1. الجذر التربيعي 25 ناقص 9. اوعى تقول لي 5 ناقص 3، لا، في عملية حسابية تحت الجذر التربيعي بجيب ناتج العملية الحسابية الأول. فجذر 25 ناقص 9، 25 ناقص 9 دي 16. طب جذر 16 بكام؟ جذر التربيع لل 16 ب4. ال4 دي 5 ناقص كام؟ 5 ناقص 1. المسألة التانية، إذا كانت أصفار الدالة هي فاي، ده معناه إن الدالة ليس لها أصفار، مفيش قيمة تخلي الدالة تساوي صفر. فإن دالة س يمكن أن تكون كام؟ طيب، لو خدنا أول واحدة المفروض آخد الدالة أساويها بالصفر عشان أشوف ليها أصفار ولا لأ. هقول س تربيع زائد 4 بتساوي صفر، أودي بعكس الإشارة، يبقى س تربيع هتساوي سالب 4. لو خدت الجذر التربيعي مفيش جذر تربيعي لعدد سالب، فبالتالي الاختيار أ هي الدالة التي ليس لها أصفار. لكن لو خدت ب هنلاقي هنا س هتساوي 4، وهنا س هتساوي موجب أو سالب 2، وهنا س هتساوي سالب 4. ب وج ود ليهم أصفار، لكن الدالة الوحيدة التي ليس لها أصفار هي س تربيع زائد 4. السؤال الثالث، إذا كان المستقيمان س ناقص 3 ص بيساوي 2 وس زائد ك ص بيساوي 5، قال المستقيمان دول متوازيين. متوازيين يعني لما أقسم معامل السين على معامل السين هلاقيه بيساوي معامل الصاد على معامل الصاد، ولكن لا يساوي الحد المطلق على الحد المطلق. فأنا لما أجي أقسم معامل السين هنا بواحد يبقى 1 على 1 لازم تساوي سالب 3 على الكاف، ولكن لا تساوي الحد المطلق على الحد المطلق اللي هو 2 على 5، وكده كده ده أنا مش هحتاجه. هجيبها ازاي؟ تساوي نسبتين، فهجيب الكاف ازاي؟ إن أنا أضرب 1 في سالب 3 على الواحد، فالكاف هتكون عندي 1 في سالب 3 بسالب 3، سالب 3 على 1 فيها السالب 3. الاختيار ب. إذا كان نون 1 س يساوي 5 س على 5 س زائد 10، دي الدالة الأولى. ونون 2 س تربيع زائد 2 س على س تربيع زائد 4 س زائد 4، عايز يثبت إن نون 1 بتساوي نون 2. هنقسمهم مسألتين وهنقول نون 1 س هتساوي، البسط عندي 5 س هينزل زي ما هو، ده أبسط صورة، وتحت عندي أقدر آخد ال5 عامل مشترك، هيتبقى عندي س زائد 10 على 5 فيها الاتنين. بعد كده هجيب م واحد المجال، ح فرق أصفار المقام يبقى ح فرق سالب 2، وأجيب الاختصار يبقى نون 1 س هتساوي 5 هتروح مع ال5 هيتبقى عندي س على س زائد 2. الدالة التانية اشتغل بنفس الطريقة، هنقول نون 2 س هتساوي، البسط عندي هاخد السين عامل مشترك هيتبقى عندي س زائد 2، والمقام عندي مقدار ثلاثي، هل يقبل التحليل؟ كام في كام يدينا 4 ومجموعهم 4، 2 في 2 يقبل التحليل، مقدار ثلاثي بسيط، فأنا هحلله عن طريق إن أنا أفتح قوسين مع بعض، س تربيع س وس الأربعة 2 و2، إشارة الحد الأخير موجب، الاتنين ياخدوا إشارة الحد الأوسط هيبقى موجب وموجب. نجيب المجال م 2 ح فرق أصفار المقام اللي هو سالب 2 وسالب 2، لكن هكتبها مرة واحدة. بعد كده هجيب الاختصار لأبسط صورة، يبقى نون 2 س هلاقي س زائد 2 راحت مع س زائد 2، اتبقى عندي س على س زائد 2. لقيت الاختصار بيساوي الاختصار والمجال بيساوي المجال، يبقى أنا كده خلصت المسألة. هقول له بما أن نون 1 س بتساوي نون 2 س، وبما أن م 1 بتساوي م 2، إذا نون 1 بتساوي نون 2، وهو المطلوب إثباته. اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. 1. أبسط صورة للدالة د حيث د س هتساوي س على 2 ناقص س زائد 2 على س ناقص 2. أول ما أشوف الشكل ده في أي مكان، 2 ناقص س 1 ناقص س 3 ناقص س، أنا باخد سالب 1 عامل مشترك، فهتكون بالشكل ده. دالة السين هتساوي، أنا هاخد سالب 1 عامل مشترك من الدالتين، من الدالة الأولى والدالة التانية، فأنا هاخد السالب بره عامل مشترك وأفتح قوس.
عندي في البسط س زي ما هي، وفي المقام هتبقى س ناقص 2. طيب الدالة التانية لما اخد من هنا سالب عامل مشترك، فالموجب ده هيكون سالب، عشان لما اضرب سالب في سالب يديني موجب، هيبقى 2 على س ناقص 2. يبقى دالة السين هتساوي السالب يفضل بره، هنا جمع دالتين أو طرح دالتين، مقامات متشابهة، هاخد مقام واحد س ناقص 2 وأطرح البسط س ناقص 2، دول مع بعض بواحد وهيتبقى بره سالب واحد، الاختيار د. السؤال الثالث، إذا كان ألف جزء من ب أو ألف مجموعة جزئية من ب، يعني ألف هي المجموعة الصغيرة وب هي المجموعة الكبيرة، فإن احتمال ألف فرق ب، يعني إيه اللي موجود في ألف ومش موجود في ب؟ طب ما هي ألف كلها أصلا موجودة في ب، فبالتالي مفيش عدد أو مفيش حاجة موجودة جوه ألف ومش موجودة في ب، فده احتمال حدث مستحيل، واحتمال حدث المستحيل بصفر. السؤال الثاني في السؤال الخامس، إذا كان س على ص بيساوي 3، ص تربيع بتساوي 4، فإن قيمة السين هتساوي كام؟ طيب ما أنا ممكن أجيب قيمة الصاد، يعني ص تربيع بتساوي 4، فالصاد هتكون موجب أو سالب 2، فأنا هعوض في العلاقة الأولى أو المعادلة الأولى عن الصاد بتساوي 2 والصاد بتساوي سالب 2، فهتبقى س على الاتنين بتساوي 3، ومنها س هتطلع ب6، وس على سالب 2 تساوي 3، ومنها برضو س هتطلع بسالب 6، فالسين هتكون موجب أو سالب 6. اوجد في ح مجموعة حل المعادلتين س ناقص ص بيساوي 1 وص تربيع زائد س بيساوي 7. دي المعادلة رقم 1 ودي المعادلة رقم 2، واحدة من الدرجة الأولى والتانية من الدرجة التانية، فأنا هحلها بالتعويض. هثبت السين في المعادلة الأولى وأدي الصاد بعكس الإشارة فتطلع 1 زائد ص، وهعوض من المعادلة رقم 1 إلى المعادلة رقم 2 اللي هي المعادلة التانية. هشيل السين وهكتب مكانها 1 زائد ص، هتطلع عندي ص تربيع زائد 1 زائد ص بيساوي 7. هجيب هنا ال7 بعكس الإشارة وهرتب، يبقى ص تربيع زائد ص دي هتيجي سالب 7، 1 ناقص 7 يديني سالب 6، كل ده بيساوي 0. هحلل مقدار ثلاثي بسيط، الص تربيع تبقى ص وص، الستة 2 في 3 والفرق بينهم 1، إشارة الحد الأخير سالب، فالكبير ياخد إشارة الأوسط والتاني عكسه، هنقسمهم مسألتين، ص ناقص 2 بيساوي 0، يبقى ص بتساوي 2، وص زائد 3 بيساوي 0، يبقى ص هتساوي سالب 3. طيب عند ص بتساوي 2، عند ص بتساوي 2 هعوض في العلاقة رقم 1 أو المعادلة رقم 1، لما ص تبقى ب2 يبقى س هتطلع 1 زائد 2 ب3، ولما ص بتكون سالب 3 عوض يبقى س هتطلع 1 ناقص 3 سالب 2، وتكون مجموعة الحل هي 3 و2، ببدأ بالسين مبدأش بالصاد، وسالب 2 وسالب 3. وبكده نكون خلصنا الامتحان على خير. لو الفيديو فادك متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. أشوفكم في الفيديو الجاي في رعاية الله.